لما كان مدرس مثلا مثلا يديك مثلا مشاوره ولا يديك يا عم اداك كراسه ولا كتاب وخد وصله لمستر فلان. يا يا نهار لهوي انت بص انت ظابط مفوض الامم شرطه المتحده رايح ظابط لا ورايح سياسة. الصحه ماشي. فانا عايز اشرب حاجه تكون مش مضره بالصحه، فكنت بعمل ايه اروح مفضي التبغ وحاطط فيه شاي في يا البتاع الله. حاطط فيه يا. شاي واخش جوه الحمام واروح مولعه. وولع. يعني انا كان في واحده كنت بحبها وقعدت سنتين بحبها ده كان امتى بقى؟ في ابتدائي برضه. في ابتدائي آه. دي كان حب، ده حب مش طبيعي، بس انا هقول مع ذكر اسمها شمس. انا بكره الصحيان بدري باول اللحظه اللي ما بصحى فيها اسمع صباح الخير يا مصر ايوه. وتيرا. طب فاكر صباح الخير يا بص مصر كنت بكره اللحظه. طب انت كان سامح ما نفس كنتش مثلا بتبدل سندوتشاتك مع انا حد؟ للاسف انا كان فيها الطمع بشكل مش طبيعي. انت راجل غني. ليه بقى؟ ما هو ده فعلا ده حقيقي اللي كان بيتقال. اتفضل. عايز اتخيلك شكلك بشعر عامل ازاي. كان في شعر صحيح. لا ما كانش في شعر الحقيقه، كان شفاف. والله لسه كان اتخيلك الشعر شفاف. قاعد يقول لك مدرسه نسعد. اللي هو تخيل سامح ده فجه مدرس يا جماعه مين عايز يروح دوره المياه، فانا دورة المياه. تمام فرحت ايه حسنا يا سيدي اجل. بالظبط والله العظيم كان لفظ مين عايز يروح دوره المياه. عايز اقول لك انا لما كنت بجيب قطعه البيتزا ومعاها مثلا كيس شيبسي، اليوم ده كان بيبقى بص ملوكي. خلاص عديت يا بابا. واحد شاي من عم كان مش فاكر اسمه عم ايه والله، بس الراجل ده تقريبا اتقتل يعني. تشرب شاي صدق اللي قال الحياة زي السكالانس. هو محدش قال، احنا اللي قلنا. واللي ما يعرفش السكالانس هو اي حاجة على حاجة تمشي، يعني قهوة على الشاي شغال، حلاوة بالقشطة وماله. وحتى في حياتنا كل يوم حاجات بتحصل مختلفة وبندردش فيها سوا، وده اللي احنا هنعمله. احنا جايين نحكي. يا مساء النعناع، احنا بودكاست سكالانس وجايين نحكي معاكم كتير قوي. احنا قعدة صحاب وجايين نتكلم معاكم في حاجات مختلفة من زمان لدلوقتي لبعدين لأي حاجة بتحصل في أي وقت. فعايزين بس نسلم على الناس. ازيك يا كيمو؟ ايه الحمد الأخبار؟ لله مجدي، انت اخبارك ايه؟ حقيقي الحمد لله. سامح عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ أخبارك ايه اخبار الجيم؟ والله اهو كله تمام؟ في الحر ده مش وقت جيم. الصراحة الجو فرهدة قوي. نوم على البحر بس. زي الفل. احنا قررنا نبدأ معاكم من موضوع المدرسة، صح؟ بالظبط، اول حلقه لينا عايزين كده نعمل نوستالجيا كده ماشي. جميله ونرجع لزمان. انت ايه اخبارك بقى ايام المدرسة من اول ابتدائي كده حوارات كتير يعني. بص تعالى نبتدي باول حاجه كده كانت بتحصل الواحد كان فاكرها وهو صغير لما بيجي يخش المدرسه. فكره الفصول تمام. اللي هو اول ما بتخش كده تلاقي بقى المدرسه معروفه زي مبنى العماره فيه ادوار كتير وبتاع. فتخش كده اللي هو ليه ما بقاش هنا عشان اطلع على طول على الفسحه وبتاع، اللي هو ليه يقول لك لا ده لما تكبر بقى، فاهم انت اللي هو فكره ايه. صحيح. لازم كل ما تكبر سنه او تخش تنزل تنزل دور تنزل دور صح او لحد تتنقل ما لفصل تنزل في تحت. نفس فصل في نفس الحوار. صحيح. فالحوار بقى لا كان رخم. يعني انا موضوع الدور ما كانش فارق معايا. مشكله انا كنت في مدرسه ابتدائيه كانت صغيره قوي. اوكي يعني هي كانت مبنى تمام، طبعا بدون ذكر اسم المدرسه، يعني هي كانت في الجيزه بس مش هقول اسمها برضه. المهم كانت مبنى واحد وبتاع، وكان فيها اصلا ناس ساكنين وفضوا تقريبا المدرسه وعملوا مدرسه. فضوا المبنى وعملوا مدرسه خلاص. وعايز اقول لك لحد ما انا ما مشيت في 6 ابتدائي كان في حد لسه ساكن في الدور الخامس. يعني ايه ده مدرسه جوه عماره؟ ناس ساكنين بالظبط. يعني عايز اقول لك كان في شقه ساكنه زي ما هي، وكان عندهم كلب صغير كده كنا بنطلع نعدي عليه وبتاع، كان بيسيبوه بره الشقه. وما اعرفش الناس دي كانت عايشه ازاي بقى مع الطابور والدنيا اللي كانت حاصله. يعني مثلا انت سابح كنت في مدرسه كبيره ولا صغيره؟ لا انا كنت مدرستي كانت كبيره ما شاء الله. كنتوا مع بعض في نفس المدرسه؟ كنا بس اجيال مختلفه احنا. اكتشفنا الحوار ده مع الوقت ان انا لا هو والله. في نفس المدرسه مدرسه كبيره قد بس كده. فرق اجيال ما بيننا. يعني احنا اتعرفنا مع بعض في الشغل اصلا بس لا بس انت بغض فاكر النظر- اول يوم ما هو مدرسه؟ ده اللي انا كنت لسه هقول لك آه. عليه. اول يوم مدرسه ده بالنسبه لي ده يوم ما يتنسيش. اولا لان انا لاول مره في حياتي ابقى من غير اهلي، من غير ابويا ومن غير امي، حد سبورت، حد انت بتعتمد عليه. عايزك انا عيطت طول اليوم تقريبا. ما هو انت تقريبا عيطت؟ بيبقى كده اكيد. مين ما عيطش؟ اللي ما عيطش ده يبقى عنده اكيد مرض نفسي. انا عيطت بحس كريم؟ كده يعني. انا ما اعرفش ممكن تكون انتوا عشتوا هذه المرحله. انا بداتها مش مدرسه، انا بداتها بحضانه. فانا موضوع يعني كنت كيجي الاول. لا قبل كيجي كمان حضانه حضانه. فبدات في حضانه. لا كان في عياط وماما لازم تقعد معايا ولا وقعدوا معايا شويه عشان اتعود على كده امشي. بعد كده بتقال لي ادب بقى خلاص سافل بقى انطلقت بقى. فلما دخلت المدرسه الموضوع اللي هو بالنسبه لي لا ايه ده انا ايزي الموضوع صحيح. حلو ده. انا عايز اعمل بقى اصحاب بقى. انا اصحاب الحضانه ماشي بس بعد وبتاع. قد ايه تقريبا؟ انا قعدت في حضانه سنه.
يعني بعد اول سنه لا ابتديت قعدت تتاقلم. سنه. بعدين انا كمان انا مختلف انها في نقطه، انا بدلت كذا مدرسه. يعني انا كيجي لحد اولى ابتدائي مدرسه، تانية ابتدائي مدرسه، من ثالثه ابتدائي لثالثه اعدادي مدرسه، ثانويه مدرسه. فانا فاهم كل مره مدرسه مختلفه. يعني. طب خلينا نرجع لاول يوم تاني. انت فاكر ايه مثلا من اول يوم؟ فاكر مثلا صحاب ليك؟ هل في ناس اتصاحبت عليها في اول يوم وكملوا معاك بعد كده؟ واحد بس من اصحابي يكمل معايا لحد دلوقتي، لحد من ساعه. فاكر اتعرفت عليه ازاي؟ لا بصراحه لا مش مش فاكر. بس انا ممكن اكون فاكره كويس قوي المشهد، لان انت عارف الواحد وهو صغير بيبقى في مشاهد كده معينه بيبقى موجوده في الذاكره، ما يعني مهما عدى وقت حفر. بتفضل محفوره صح. وفاكرها بتفاصيلها. فانا فاكر تفاصيل اول يوم دخلت فيه المدرسه، وبدات اشوف كتير قوي زيي في نفس سني قاعدين ما بين بيعيطوا، ما بين بيلعبوا، ما بين ميس واقفه على السبوره، وانا المفروض ان انا كان والدتي كانت موجوده معايا. فطبعا واقفه وانا قاعد انا مطمن طول ما هي موجوده. انا شايف تمام. بالنسبه لي المشهد غريب، تمام. بس اللحظه انا ما انساش اللحظه بقى دي. بقى المشاهد اللي ما انساش اللحظه اللي انا ببص ما لقيتهاش موجوده، وان هي خلاص مش موجوده. وبدات بقى ايه، احس ان انا لوحدي وسط المجتمع ده. فطبعا بقى انهيار والعياط بقى فتح. انهيار في العياط بقى مش طبيعي. فين وفين عقبال لما بدات خلاص بقى اخد على الجو والكلام ده كله. لا انا فاكر انا فعلا قعدت اعيط طول اليوم لحد ما جت امي خدتني. انا عايز اقول لك كان مثلا لا عيطت طول اليوم فعلا. يعني مثلا كنا بنقعد قد ايه تقريبا 6 ساعات ولا 7 ساعات انا بعيط بس لحد ما جت بقى خدتني. تمام بقى اول ما شفتها داخله عليا كده وبتاع الدنيا كانت زي الفل. تفتكر مين اللي هون عليك بقى فكره ان خلاص بقى انت بقيت لوحدك وبتاع وبدات خلاص ولا اي حاجه؟ انا عايز اقول لك كانوا المدرسات عمالين فاهم يطبطبوا عليا معلش مش عارف ايه ونحاول يلهوني والكلام ده كله بس ما فيش. هو انا اصلا كنت كمان ما بروحش في حته. يعني انا ما كنتش مثلا بقعد مع ناس كتير لا انا كنت قاعد مثلا مع امي في البيت ووالدي كان في الشغل وخلاص. فاهم؟ فلو انا ما بحتكش بحد. فمره واحده انا مش مع امي ومع ناس تانية كتير بقى ما اعرفهاش. العياط اشتغل واول يوم ده عدى عياط وبتاع بس بعد كده خلاص بقى. يعني اعتقد من بعد كده الدنيا تمام. طيب في حد انت اتصاحبت عليه في اول يوم يا كيمو؟ اول يوم مدرسه خالص اولى ابتدائي وفضل معاك بقى مكمل معاك لحد طبعا يعني ان شاء الله حتى لحد سنه 6؟ في 2 اتعرفت عليهم في نفس اليوم يعني واحد عمل فيها موقف سخيف، واحد سوحني. بدايه امس عليهم طبعا احمد رضا وهشام محمد. يا مساء الفل سلم على الناس. يعني حبيبي رضا الف شكرا يا اتش. محمد رضا ده اول ما ركبت الباص فانا لسه ايه بقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ورايح ومخضوض وعايز اتعرف على الناس. فبقول له انت اسمك ايه وبتاع انا كنت خايف فشخ وانا عيل صغير. رغي فاخد انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي كريم وبتاع. انت عصبت انت بتسال كتير قوي. قال لي انت اسمك ايه بنرفزه فشخ كده. قلت له اسمي كريم. قال لي تمام. فانا مش فاهم حاجه وليه. طب انت عايز تعرف اسمي ليه بالايموجي ده؟ يا مس فاطمه اللي هي بتاعت الباص راحت جايه ايه يا محمد كريم بيرغي معايا. راحت متك تك يا الله بلحتين محترمين فوق راسي يا الله جابوا اجلي عيط. ادي واحد. دخلت الفصل لسه اتعرفت على واحد وبتاع اسمه هشام وبتاع. المهم مش عارف ايه ظبطت معاه خروجه. طب انا عايز اخرج بكره نتقابل عند ولا النهارده سوري قصدي نتقابل مش عارف ايه مثلا عند زي كنتاكي وحاجه زي كده. وبرده حق الله ما اتقالش في الكلام ده كان اولى ابتدائي صح؟ وجت مثلا بعد كام يوم مثلا وايه قلت لبابا وخلاص انا بقى ليا صاحب وعايز اقابله وبتاع وحاجات زي كده. المهم ظبطت النزوله تيجي تنزل ما تلاقيش حد. تفضل واقف انت ابوك في الشارع. لا والله ما حدش بينزل اصلا. محمد رضا برضه ايه قعدنا مثلا كام يوم كده فضلت قافش في الباص لحد ما جه زي يفك معايا. انت لسه زعلان ما جيتش ليه؟ ففضل ايه بيرغي كتير جدا. فالمهم هو ايه فضل يرغي كتير وبتاع والكلام ده. المهم فقعد ساعتها يحصل مشاكل اللي هو في حته بيقول لي طب انت اسمك ايه وما تزعلش مني وحاجات زي دي. تمام. فسبت رغي. تمام. طب اسمك ايه بقى؟ راح اسمه محمد رضا. رحت رددها له ابيس فاطمه مش عارف محمد رضا كده انت يلا وانت رايح كنا احنا جايين طب يعني شكلك بقى ايام وانت داخل كده في المدرسه اول يوم يا سامح. انا مثلا بالنسبه لي كان لازم البس بقى ايه فاهم الدنيا مكويه القميص واليونيفورم والبنطلون جرافطه. وعايز اقول لك الزمزميه جرافطه مؤسك. الزمزميه دي كانت مجننه امي. يعني عايز اقول لك كان لازم الزمزميه كانت كبيره اصلا. توحيد النور ايه عمر افندي والنور تقريبا. عمر افندي توحيد النور. حاجه كده. هقول لك على حاجه بما اننا مختلفين شويه في موضوع الاجيال ده فكل واحد كان في سمه كده للزمزميه في وقتك كان ماشي. اكتر. يعني اللي هي الزمزميه اللي اكتر الناس بيجيبوها عندك في المدرسه. طب كان شكلها ايه مثلا؟ ايوه هو ده اللي انا كنت بكلمك فيه بقى. احنا كان عندنا زمزميه كده مميزه. هي احجام بتبقى طويله كده اهو
وفي قصيره شويه دي عباره عن الغطا ده اللي بتحط فيه الميه، وفي أيوة. غطا تاني ايه صغير ده. بتشرب فيه. انا مفيش زمزميه قعدت معايا في المدرسه اكتر من اسبوع، لان انا كل مره كنت اجيب الزمزميه لان كان كلها شبه بعض، تمام. كان كل الزمزميات شبه بتوه بعض مع حد تاني. فبتوه بقى اللي بياخدها ويمشي لا كانت بتتشرخ معايا مش بالظبط. بتوه، لا كانت هي بتبوظ. لا نفسي اتنمر احنا عليه بصراحه جدا. ايه نفسي اتنمر عليه. اتفضل عايز اتخيلك شكلك بشعر عامل ازاي. كان في شعر صحيح لا ما كانش في شعر الحقيقه، كان شفاف. والله نفسي كان اتخيلك الشعر شفاف قاعد يقول لك ساعتها. مدرسه نسعد. اللي هو تخيل سامح ده بشعر كان عامل ازاي. انت اتولدت بدقن طب وكده هو برضه المشكله كمان ان هو فاكر ان هو مع الناس اللي عندها شعر، ما هي ده اللي لا، لا. كمان اللي هينقطني في الموضوع، يعني ان هو فاكر ان هو بص عنده انا اقول لك شعر. انا حلو شعري مره بمزاجي. الحلقه الجايه هبقى اجي اشيل خالص أيوة صح، خلاص عشان ودقني بقى جزيرة احنا القرع. التلاتة. وانا هاجي احط بالظبط. مسرحي جزيرة وأنا أحط القرع باروكة حرفيا. على البرنامج إن شاء الله المرة الجاية. يعني كان في برضه من ضمن كان في اختراعات كده ايام المدرسه زمان برضه، يعني فاكر انت الكوبايه اللي كانت بتطبق تطبق ده دي وتتفتح. يا نهار المسطرة اللي أبيض. بتتقفل على الايد. والمسطرة. ايوه السلام، كنا وفي بنكسبها أحلى في من كده. شيبسي. ايوه كانت كان بتتكسر بتكسب انا عايز اقول لك أو في في- أو في الكوبايه كاراتيه دي حاجة انا كده. فضلت تقريبا ازن على اهلي فيها حبه، ما كانتش موجوده باين او كانت خلصت او كانت حاجه بتطلب بتخلص على طول يعني. ففضلت ازن عليهم حبه في موضوع الكوبايه ده. وكان في برضه اللي هو العصير بتاع يس، انا مش فاكر اسمه ايه، اللي هو أيوة، كان أيوة. بيتفتح كده ده. يس. بالظبط. طب حد يا كان جماعة حضر هام يم؟ طبعا هم يوم حضرت ده هام ده يم؟ زي كاراتيه كان كده زي تقريبا. كاراتيه كده، والكيس بتاعه لونه لونه بنفسجي. او اخضر او حاجه انا زي هام كده. كان بياكل قلبي. كان أنا مصروفي طعم كله راح على البرجر هام يم. تقريبا، كان بطعم كان بطعم البرجر، أوكي. هو كان مظبوط، صح. شكل جامد، صح. أيوة، صح. السناك نفسه على شكل البرجر على اصلا. شكل البرجر، بس كان ده طعمه حقيقي. جامد. عامل كده وتحس ان هو فعلا عامل زي الساندوتش بتاع البرجر، كان جامد. لا وبعدين جامد. يعني عايز اقول لك مثلا ايه، كنا احنا بنجيب كان ساعتها البيبسي كان بكام مثلا؟ البيبسي كان نص زيت جنيه البيبسي. ولا- معلش لا، لا في البيبسي كان زي دي، كان نادره لو تفتكروا. مش كنز يا بقى، جماعة. كانت حوار كانت الكنز ده كان الازايز. نادر، كان الازايز. آه. انا في حاجه في البيبسي عمري ما انساها في حياتي. كان اعلان في رمضان زمان اول ما الصاروخ اتعملت، قال لك الصاروخ بجنيه ونص، وكانت الازازه مثلا كده ده كان مثلا 75 قرش. خمسة لا وسبعين. لا انا 75 بتكلم قرش. الصاروخ مش ايوه كان فيه ب 75 قرش، بس فيه كانت ازازه نازله بجنيه ونص. هو أول ما الصاروخ. هي غليت. نزلت بعديها فعلا تمام. بفتره، آه. وبعد وشوية كده راحوا وقت جايبين نص بجنيه ازازه ونص. كده ومشبره كده بتعرق ميه وبتاع، يا نهار اسوح. يا وبرده مش هنتكلم بقى عن سعرات دلوقتي عشان ايه، ما لناش و- دعوه يا ماما. خلينا مالناش دعوه يا موهي، كل كلها واحد تعالوا في موهي. حاله. كان في برضه من ضمن الحاجات مثلا موضوع العقاب. يعني انا فاكر ان انا ما اتضربتش كتير زمان ايام المدرسه، ضربت بس انا فاكر يعني كانت مره واحده تقريبا كدبت، كانت اتسالت على الواجب حاجه زي كده، وقلت لها تقريبا انا عامل واجب، بس عارف انت عامل واجب بس نسيته والله. كان في واتضربت ساعتها. نسيت يا مستر والله ده. ما هو الضرب، ما في يعني في واحنا صغيرين كمان كان في مشكله مع المسات كمان، فكره ان الواحد بيبقى خايف من الضرب، فكره الخوف من الضرب، ان انت حاسس ان انت لو عملت اي حاجه او غلطت في اي حاجه انت هتتضرب. بس في ناس عايز اقول لك كانت بتتضرب كتير، كانت جداً. حريف. في وعارف ناس انت بقى لو كانت يجي يتضرب يروح متعودة. عامل كده ده آه، ويعمل يقول لك لو فلتت متعودة هتاخد دايماً. في 10 خرزانات وبتاع. بالظبط. لكن بقى الميزه بقى في الفصل عندي كمان بالذات، ان احنا كان الميس عندنا بالذات في اول سنه كانت ما فيش ضرب خالص، ما كانش حد بيتضرب. انتوا مدرسه كان اكبر تربيه عقاب ايجابيه قوي يعني. كان اكبر عقاب بالنسبه لنا آه. احنا كاولاد مثلا آه. ان احنا نقعد وسط البنات. ده كان بالنسبه لنا دي مشكله جامده مصيبة جدا. انت سودا. كنت بتشوفها آه حاجه طبعاً. وحشه. دي كانت مصيبه سوداء. كنا بنتكسف صح. اقسم بالله انا بقول لك ايه، كنت انا بحب ساعتها كده ساعتها انا كنت بتضايق من كده. انا ساعتها كنت اجي اتعاقب مثلا، اجي اتعاقب في ايه مثلا، تعالى قوم يا كريم ايا يكن بقى، مش هضربك، قوم اقعد وسط مش عارف مثلا كذا كذا. فمثلا الديسك او كان على يمين اسمها دكه يعني، صح. فتلاقي مثلا 5 6 قاعدين وانا قاعد بقى منكمش في نفسي، ما انت خايف بقى ما حدش يجي، مع ان هم المفروض هم اللي كسبوا مثلا كولد قاعد طبعا مش هم ما فاكر. بيكونوش بيتكسفوا. لا هو عادي ممكن حتى لو خالص. اقول ان هم كسبوا او ما كانوا كسبوش، بيتكسفوا. احنا اللي كنا بنبقى قاعدين. برضه عشان ما يكونش في الحلقه دي اللي عليها يقول لك لا بنكسب ايا يكن يعني، حتى لو يعني كان مش ماشي. هفتكر قوي. بس فكره ان انا قاعد وسط بنات انا مخجول صح. وبتاع. وبعدين انا قعدت فتره كبيره في حياتي كمان مخجول. مخجول. أيوة. مالكش دعوه. ده علم جديد يعني ماليش دعوه، فكرني بحاجه كده لسه. المهم قعدت على فتره كده اللي هو ايه، اللي هو لا يعني مش عارف اتعامل، فالموضوع كان صعب. انت كان في مثلا تحس كده ان في بنت معينه معجبه بيك، كنا في ابتدائي وكل حاجه، بس تحس ان في بنت معينه كده ايه، اللي هو كل ما تيجي تكلمك او حاجه لا في حاجه، فاهم انت اللي هو ايه. وتيجي تتكلم في الاخر يطلع وتبقى حاطط في دماغك حاجات، فاهم اللي سيناريوهات هو وبرسنجس عظيم وتقعد بالظبط ترسم يعني. وتتخيل. يعني انا فاكر كان في بنت كده بدون ذكر اسمه برضو يعني، عشان الله اعلم يمكن تتفرج على الحلقه ولا حاجه. عايز بس اقول مش لك هتفتكر. هي اكيد اتجوزت وخلفت قول يعني. اسمها عادي مش هتفتكر. ما عليك، مش مشكله. ولو افتكرت هتبقى هي الوحيده اللي عارفه. ما عليك. فحلو، قول المهم اسمها. ما علينا. انا كنت قاعد خلاص يعني، انا كنت يعني عاجبني شكلها،
يعني طبعا واحنا زمان ما كانش فيه حاجه، انت كل واحد لابس اليونيفورم وبتاع وبيجبرهم ضفيره وخلاص. كلنا شبه بعض يا معلم، معلش انا اسف بالظبط. يعني. بس انا كان في دماغي ايه ان لا يعني هي بقى انا معجب او عجباني شكلها وبتاع، وكل ما تيجي تتكلم معايا مثلا او يحصل حوار او كده، لا يبقى كده بقى خلاص احنا في ان ريليشن شيب يا معلم. واروح احكي لهم بقى في البيت وبتاع، انا اتكلمت النهارده كنت مع بتحكي؟ فلان على كنت بتحكي؟ بص كنت بحكي عشان كانت علاقتي بوالدتي وما زالت والله، احنا الاتنين صحاب ربنا جدا يخليها يعني. لك. الله يخليك. بس فلا كنت بحكي لها كل حاجه، لان كنت انا الوحيد يعني، كان انا يعني اكبر من اختي الكبيره ب4 سنين، يعني اختي اللي بعديه ب4 سنين. بس كنت بحكي لها كل حاجه، كنا احنا الاثنين قاعدين مع بعض، ما فيش حاجه يعني. انا بمناسبه بقى كان في حد آه. في الفصل كده لا هو كان في حاجه احلى من كده، بس الكلام ده في حقبه مثلا 6 ابتدائي اولى اعدادي. كان في ايام 6600 لو حد فيكم حضره بتاع ده نوكيا. 6600 ده اللي ده بيشيله كده كان كده ده بيبقى كده كده ليه ملياردير حكايات ساويرس في انت نفسه. ممكن كنت تصور كليب ب 6 حرفيا ده ليه هو من حكايات غير ما يعني. تصور هو ده شكله بس ده فاهم. تدفع. وكان في برضه الموبايل الكبير ده اللي هو كان والجامعة. 9900 ولا كان في أسماء حاجه كتير كده. 8600 ده في كان حاجة اريكسون، كده. ده كان كبير كده، سوني اريكسون. كان 682 كان اسمه 682. هو كان في حاجه بتتفتح. المهم كمل المهم فايه، ماشي. فكان عندنا حاجه غريبه فشخ كده ما تفهمش جت منين. احنا بنفتح البلوتوث وتجيب النوتس بتاعت الموبايل. حلو. انا مش فاكر الترتيب والله ازاي، بس اللي كان معايا في المدرسه واشوف الحلقه دي هيفتكر الحوار ده كويس. فاكتب مثلا ايه هاي ازيك ايه الاخبار بتاع، واخد النوتس دي برسيرش عايز ابعتها بالبلوتوث، ماشي. فابتدي يجيب لي اسماء كتير. هو كان بيبعت تكست حاجه زي كده ماشي مثلا. ماشي. تمام. اه فابتدي يجيب لي اسماء كتير بالبلوتوث، فاحنا بنقسمها يا اسماء بنات يا اسماء ولاد وهكذا. ماشي. فلقيت اسم بنت مثلا، تروح باعت. اروح بعت لها برضه بدون ذكر انت اسم عارف البنت هي دي. مين اصلا ولا ما تعرفش. هو خلاص وهو كده. ما عادش صور. هو انت اقصى حاجه تبعت مثلا يعني حاجه مكتوبه اللي هو ايه وزع حب حرفيا. فاهم؟ ايوه. وما المهم يعرفوش قعدوا كده مين أصلاً، يعني أي حد اه يرد. والله اقسم بالله، وده اللي آه. حصل بقى معايا وصدفت. اه فالمهم وحد رد عليه. والله العظيم ده اللي حصل. حد رد عليه. انا جات لي الكلام، قعدوا كام يوم العيال يتكلموا وبتاع، وانا ايه قاعد على الله حكايتي لحد ما ماشي. جت ضربت معاه في مره. ماشي. المهم جت وظبطت مع بنت بدون ذكر اسمها عشان برضه شفت حلقه، فانا مش عارف اعمل ايه. طب عايز اتكلم معاها، عايز افتح معاها كلام. فرحت قلت لها ايه، طب بصي احنا نتقابل. كان في زي 3 لو انت فاكر 3 زحاليق في الحوش. ماشي. قلت لها قبلك عند الزحليقه الحمراء بعد في الفسحه عند وبتاع. الزحليقه الحمراء. حلو. في مع النص. اول ديت في حياتك تمام ده. حرفيا اه عند الزحليقه الحمراء اول دي في الحوش وبتاع. خلاص قشطه تمام في الفسحه نتقابل. المهم خرجت انا قعدت بقول لك فتره كبيره معاهم فعلا ما كنتش بعرف اتعامل مع الجنس الاخر، عندي خجل بزياده جدا جدا. انا كان عندي نفس هو الخجل بس ده يعني تقريبا برضه. يعني احنا طبعا مش بنقول لحد انه يعمل كده، بس احنا كنا بنعمل كده كاطفال ايوه ده عادي جيلنا يعني. التسعينات والثمانينات والكلام ده. ايوه بالظبط. فالمهم يا معلم خرجت ورحت فعلا لقيتها واقفه هي وصاحبتها، وانا عامل زي كنتي مجهول اراقبها وما اروحش. انا خايف يعني انت بتديها الميعاد تروح عند الزحليقه وانت وانا بتبص اتكسفت. من انا بعيد. مش عارف. هي عارفه انت ما تعرفش. ما هي ما برضه. تعرفش شكله، انا اعرف شكلها بس انا خلاص ترجمت. هي أوكي. ما هو انت شايف ان في جثه واقفه قدامك مستنيه حد ومتضايقه وصاحبتها معاها، وانا ايه عامل نفسي بتزحلق واروح واقف وعامل نفسي ايه اطرش. مفيش جرأه بقى. عدى ايام كتير كتير قوي. فتصادف الصدفه ان انا اتنقلت من باص لباص، اني كنت معزل وقصه كاتب مع والدي، فلقيتها معايا في الباص. هنا بقى اتجرأت. فوقت لما جيت اتكلم خدت في وشي بقى لو انت عبيط يا ابني اللي انت بتقول مفيش حاجه وخلاص ما انت فضت لي فاهم حاجه زي كده. فالموضوع قصة حزينة أوي يعني. قصه حب انتهت في لحظه بصراحة لحظه ما يعني. تعاطفتش معاه بصراحة، بس هي قصة حزينة يعني. وفي موقف تاني برضو كان بيحصل معانا اللي هو كان يقطع ورقه من النص. ايوه دي ياما اتلبست فيها دي. ايوه. حد جه قال لي فلانه يا كريم بتحبك ومش عارف اكتب لها رساله حب، رحت ورقه من النص وكاتب وتجيب رساله الميس. يا ريت. راحوا آه. واخدين بجد ومدينها للبنت ومصالحيني معاها. يا عملت فيا سلام. مقلب يعني، اتعمل فيها مقلب ابن جزمه حرفيا، واتشردت في المدرسه وطلعت وزعقتني آه. وانت عبيط وانت انت بعت بتعمل- وانا اصلا جواب ما اعرفش ما صدقت. كان زمان بريء قوي والله. طب انت ما كانش في اي حد مثلا حصل لينك بينك وبينه؟ لا انا كنت خجول جدا يعني. انا كان في واحدة كنت بحبها وقعدت سنتين بحبها. ده كان في امتى بقى؟ ابتدائي. في ابتدائي برضه. في ابتدائي آه. دي كان حب، ده حب مش طبيعي. بس انا هقول مع ذكر اسمها شمس. هاي هي هاي شموسة. هي شمس. دي كنت بحبها جدا اه وكانت هي اكبر مني بسنة، وكنا بنروح مع بعض في الباص. فطبعا انا كنت بشوفها دي بقى هي موجوده، انا ببقى قاعد سرحان معاها طول الطريق، انا قاعد سرحان معاها بقعد ارمي بقى يا سلام. تخيلات سلام. وحاجات بعيده. بس كل ايه ما طبعا تعرفش حاجه عنك اصلا ولا بس اللي لا تمام. بنسلم على بعض من آه. بعيد لبعيد كده وبتاع ومش عارف ايه، ما احنا بنروح مع بعض على طول يعني. ايوه. فطبعا انا ايه يعني ما فكرتش حتى ان انا بصراحه اخد الخطوه في ان انا اروح اكلمها او ان انا اروح هو أقول غالبا لها. كلنا عملنا كده. او ان انا اروح مثلا اعترف لها انا بحبك قد ايه. بس طبعا كان بيبقى شكلي اكيد مفضوح. الواحد ماشي. اللي كان فهمه بعد كده بقى من اصحابه ان هم ايه
بداوا ان هم خلاص بقى يتنمروا عليا ان انا ايه بحب شمس لان باين على شكلي، وانا ما طبعا. كنتش شايف طبعا يا الكلام بتاع ده كله. شمس وبتاع ايوه بالظبط، والكلام ده كله، وشمس مش حاسه بيا كل ده. معلش يا شمس بقى ان انا قلت هو تقريبا اسمك، ما حدش يعني حب حد وهو في ابتدائي وراح يعني راح يعترف له وراح قال له. لا ما حصلتش ما قبل كده. حصلتش معلم انت بتقول ايه؟ انت بقى قول لي انت على الموقف عشان احكي لك، انا هعلي عليك في موقف اعلى. انت عندك حاجه والله انا ما حصلت عندي كده؟ هو موقف واحد اللي حكيت اقول لك لكم على عليه حاجه، انا ده. كمان بالنسبه لي لحد ثانويه عامه كمان ما كنتش بقدر اتكلم. انا عايز اقول لك لحد ثانوي حصل والله آه. العظيم حصلت معايا برضو. كان في بنت معايا في درس وبتاع، حلو. وبرضو كان شكلها عاجبني جدا برضو مم. يعني، بس هو ما بيعملش حاجه. مم. هو تمام يعني، ببقى مبسوط واحنا قاعدين أنا وخلاص برضو- وبعد كده توكل على الله. انا هقول لكم على بس. اكبر كارثه عملتها في حياتي. اه في بنت فرق ما بيني وبينها مثلا في الدراسه حوالي 4-5 سنين او 3 سنين، فرق كبير فعلا. ماشي. تعتبر اختي الصغيره معايا في الباص، انا وهي فرق ما بيننا في 5 العماير. سنين حرفيا فرق ما بيننا في العماير 3 عمارات. حلو. انا ما تفهمش اللي هو عارف يقول لك ايه، شوف لك كلب حرفيا. انا مش انا اللي هو ايه، يلا اي حد بقى، انا ما اي اعرفش حاجه انا ما اعرفش اللي ضرب في دماغي هيفوتني يا بالظبط، جماعه. اللي هو إيه، حد معايا في الباص سوحني، اي اللي هو طب ما تجرب وتشوف فلانه دي، اللي هو يا معلم ايه ده، طب ايش، طب موافق، اللي هو يلا هو الحاجه اللي بيقول لك ده ما بيعملش حاجه برضه صح؟ اصلا اقسم بالله. فما تفهمش ايه اللي خلاني اعمل كده. رحت اشتريت دبدوب بدايه وحطيته في شنطه وكتبت لها جواب غرامي، ورحت طالع في العماره وحطيته على باب شقتها ورنيت الجرس وفضلت واقف في دور فوق، وبعدين ووالدتها فتحت قرت الجواب وش مش عارف ايه. انت مشيت عادي أنا مشيت. خلاص. عدى يوم في محدش جه التاني، ناحيتك. عدى يوم في التاني. اه فهي البنت انا بقول لك انا وهي يعني ما شايفين بعض فرق 3 عماير، ماشي. بنركب الباص. ماشي. لقيتها والدتها كانت جايه بقى معاها نازله لي بقى، تعالى لي يا كريم، سمعتني كلام طبعا بس ايه برضه مش بزعيق قوي في اللي هو طب يعني. والله ست محترمه. يعني بصراحه انا يعني كويس دي ان هي اختك ما الصغيره عملتش فيك وعيب حاجه. وايه اللي انت بتعمله ده وازاي ومش عارف ايه وبتاع، وانت كسف عارف على خلاص، دمك. يعني خلي عندك كسف على دم دمك. عربي. لا بيقول لك اصغر مني ب5 سنين. يا ابني اصغر مني فتره آه. كبيره، عمر وانا ما اعرفش فعلا ما اعرفش ليه وانا طفل كنت تحس ان الواحد دماغه متسوحه، اللي هو اي حاجه لازم طبعا مشاعر. انا بشوف كون لا، الواحد بيبقى ايوه مشاعر. يعني بص هي هي مراهقة حاجه بس طبيعيه، مراهقة. هي حاجه أنت طبيعيه، بس هو بتبقى- زي ما حصل كده المفروض يعني ايه، بيبقى فيه زي ناس بتقول لك لا ما تعملش كذا بتاع، او الموضوع مثلا بيقف لحد بوينت معينه خلاص بقى يعني، ما هو زي ما كنت زي ما كان بيحصل معاك. هو لازم يتحجم. هو مجرد انت فاهم لازم. يعني اعجاب طبيعي فطري، وبعد كده خلاص ما فيش حاجه. ايوه فاهم يعني هي اقصى حاجه عملها زي ما كريم عمل كده وخلاص، بس ما فيش حاجه تاني. مفيش طبعا ده احنا مش بنتكلم على الوقت بتاع دلوقتي، الزمن بتاع دلوقتي لا، بيحصل لا. حاجات كتير ملهاش دعوه هو يعني. خلي بالك دلوقتي هتلاقي برضو نفس الافكار بس بشكل مختلف يعني. لا، بس هتلاقي برضو بقى في الحب جرأة تعبير أكتر. عن الحب دلوقتي بشكل في جرأة مختلف. كبيرة بقى يعني. في جرأة دلوقتي في أكتر. سوشيال يا ميديا، راجل ده الموضوع- من الموضوع بقى أول- غريب جدا جدا اكيد جدا. اكيد، بس فكره التعبير عن الحب نفسه ممكن يكون اللي شكلها بقى مختلف بقى. ممكن البنات بقوا اجرأ شويه كمان من البنات ايامنا يعني. ممكن البنات ايامنا كانوا بيكسفوا هو إلى كله حد بقى ما. الموضوع بقى خلاص في الشباب- السوشيال ميديا وبقى احنا في كنا منغلقين. سهل بقت انك كل حاجة- لا، بقت دي كل- كنا بقت كل حاجة منغلقين. متشافة احنا كنا أكتر. منغلقين ومش جدا. مش سوشيال ميديا بس، ده ارقام تليفونات كمان بالظبط. ونتكلم عادي واحنا اصحاب. مم. ما علينا يا عم. طب انتوا كان في حد بيحب يقف على الفصل اللي هو يبقى رائد ويخش انتخابات بتاعه رائد دايماً بيبقى الفصل رخم. كبشيرة. يعني دايما اللي بيحب يقف على الفصل ده كان بيبقى دايما بص رخم هو انا ودحيح. الصراحه كنت دحيح زي يعني، كنت آه. شاطر في الفصل وبتاع لا، وبحب اوعى اطلع تكون انت الاول. الرخم الدحيح اللي كان بيقف على الفصل. فكنت احب اقف على بيبقى الفصل. حلو بس بصراحه اللي كنت بيقف على فير الفصل يعني بيبقى انا ما حلو. كنتش بكتب اي اسم لا، اللي بيتكلم بجد كنت بكتب اسمه على السبوره وبتاع، وافضل بقى الناس كانت كلها بتخاف يعني. كان في ناس تقف على الفصل يبقى ليها شله، فما اروحش كاتب مثلا اسم كريم عشان ايه ما يجيش أسيبه يتخانق معاك يا يتكلم معلم بقى. ومش عارف ايه. لا انا كنت بص اللي هو فير جدا اللي يعني كنت يتكلم. دحيح وفير. اكتب دي اسم. أهم وكنت حاجة. احب اخش الانتخابات، وكنت يعني اعتقد كسبتها مره او 2 او حاجه زي كده. بس انا كنت بغيب كتير صراحه، فما يعني علاقتي بالناس ما كانتش قويه قوي. انت لا، أنا كنت بتحب تقف على الفصل؟ اكيد. هو انا عكسك. متأكد. انا كنتش بذاكر، كنت بكره المذاكره جدا. انا من وانا صغير متمرد في حته اللي هو ما بحبش حاجه تتفرض عليا للاسف. يعني كنت بتحب مثلا تقعد قدام ولا ورا ولا لا في ورا النص؟ ورا مع يبقى الفاشلين. انت مريح فاشل. دماغك في حبيبي. حصلت في مره ان انا مسكت حبيبي. الطباشير ووقفت على الفصل بسبب ان المدرس بقى ايه كان بيطبلنا، كنت انا اللي باخد معاه درس وبتاع كان فاهم انت الشغل ده. فهو مش عارف راح يعمل ايه، كريم تعالى امسك الفصل. هو اوعى بقى يلا بقى. بس عايز اقول لك إيه اللي اللي كان هو- بيقعد ورا ده زمان كنا بنقول عليه بليد وبتاع، صح؟ آه، كانت آه. بتحصل طبعاً. يقول لك ده حرفياً. بيقعد ورا ده مش عايز طبعاً. يركز بليد. بس هو بتاع. بيبقى هو الفكره في ان الواحد بيقعد ورا ايه. اولا ما بيتسالش يعني يعني بيتنسي في فكرنا موضوع لا، الاسئله. ممكن، صح، فكرنا صح. كان احنا كده. كنا بنفكر كده. كان صح. فكرنا بس هو كده. ما كانش احنا ويبقى بالنسبه لنا ما مستخبي بنتسالش. اللي هو انا وقاعد باين. مستخبي وقاعد شايف صح. الفصل من ورا، وقاعد عايز يعمل اي حاجه مش محطوط تحت سبوت. فكان صحيح. بصراحه ميزه ان انت قاعد ورا دي ومش عايز يركز في يعني عارف اللي هو فاهم، في كانك واخد الحصة. اول صف على البحر دلوقتي. فاهم ازاي؟ انت عارف ايه مجدي برضو اللي شبه النقطه انت بتتكلم فيها دي؟ لما كان مدرس مثلا يديك مثلا مشاوره ولا يديك يا عم اداك كراسه ولا كتاب وخد وصله لمستر فلان،
يا يا نهار لهوي. أبيض. الله، انت بص الله. انت ضابط مفوض الامم شرطة. المتحده رايح ضابط لا ورايح حرفيا. بص بص، ما فيه انا كده حاجه هايفه ظابط. جدا يعني. الظابط لسه متخرج من الكليه. في شموخ والله لسه لابس اول نجمه، فانت وتبص فرحان لكل بيها الناس وطالع. انا مع ان الصراحة الموضوع كان بيبقى مقرف جدا يعني جدا مرمطون هو اذهب يا عبد، روح يا عبد حرفيا. بالظبط. بس وروح تحس هات لي إن- ما اعرفش ايه من لا، الدولاب بتبقى بتاعي فرحان كعبد بالظبط. يعني. والله لا، تحس انك فعلا في في ليك اهميه. مهم قوي وسط هو انت المجتمع. اصطفاك من وسط الناس دي آه. كلها اقسم وقال بالله لك كنت ماشي قدام الفصول افضل كده متابع رافع راسي كده فرحان. راجل أنا بالظبط. مستر فلان قال لي روح اعمل كذا. الموضوع لا كان لا بس عايز اقول مسخرة. برضه فرحه انك تكسب انتخابات رائد الفصل دي كانت بتبقى جامده جدا. لا ما عمرها ما حصلت معايا اللي هو بصراحه. بصراحه انا بص- عمرها ما حصلت معايا بصراحه. لا حصلت معايا مره او اتنين وبعدين بعد كده ما كررتهاش لان انا زهقت. فاللي هو انا لقيت الموضوع بقى انت لابس في كل حاجه. لو ممكن الواحد كان بيبقى يعني- منكمش على ذاته شويه، يعني فكره الانكماش على الذات دي اللي هو خايف يخش في اي مسؤولية تجربه وبتاع. يكون الناس كلها بص عليك وشايفاك، اللي هو واقف على المسرح دي كان بتبقى بالنسبه لي بصراحه كانت صعبه جدا يعني. صحيح. واغلب اللي موجود في جيلي يعني كمان برضه يعني. والله بص هي فكره المسؤوليه يعني انا دلوقتي مثلا بحب اريح دماغي عن زمان. يعني دلوقتي انا اي حاجه فيها ان انت تقعد بقى تهتم وانت اللي تتصدر وانت اللي تعمل الكلام ده حاجات عيلتي انا بس ماشي يعني حاجات تخصني تمام. بس مثلا زي العماره مثلا يعني انا ماليش في ان انا امسك اتحاد ملاك عماره والقصه دي انا بحب اريح دماغي في الموضوع ده قوي. اي حاجه بص ليها علاقه بناس تانية احب اريح دماغي فيها. هي بتبقى طبيعه شخصيه. لو انت بص ده هيقول لك انت ليه ما عملتش ما اعرفش ايه وكل حد يقعد يقول لك انت يرمي عليك الموضوع وتفضل انت متصدر عليه يعني. يمكن مش صح يعني. في ناس تقول لك ده انت كده مش ايجابي وكل حاجه. بس انا بحب اريح دماغي اركز في الحاجه اللي تخصني. هو فعلا ردا زي ما سامح قالها فعلا هي شخصيات. في شخصيات لو بتحب فكره مش القائد بس، هو في ناس بتحب كده وعادي. مش لا مش يعني انا لو مش جات لي الفرصه اليد او ابقى قائد هعمل ده. بس انا فاهم انا على بحب على أبعد، حاجه أريح ما تكون دماغي. بتدورش عليها لان بالظبط. في ناس بتدور ان هي تعمل كده بتحب وفي كده هي بتحب هي بتدور على ده. هو ده بالنسبه لها بيشبع شيء معين في شخصيتها بالظبط. وده هتلاقيه برضو من هو صغير بيعمل كده وغالبا كبر بقى بيعمل كده. مش شرط برضو يعني. ممكن. بتبقى ممكن مكتسب، شيء مكتسب عادي يعني. حلو. انا حد فاكر اول رحله راحها في المدرسه؟ طبعا جيرولاند. طبعا انا حديقة على ما دولية. انا مش فاكر والله جيرولاند. اول رحله كانت ايه تصدق. انا بعد ما تحكي احكي لكم بس انا موقف فاكر جامد. ان يوم الرحله ده ان انت بتبقى تيجي لابس لبس مش اليونيفورم بتاع المدرسه، لبس خروج عادي وبتاع. وفي ناس ما كانتش اعتقد بتروح فكانوا بيحضروا يوم مدرسه عادي. صح. تبقى انت واقف كده انت ايه في حته لوحدك انت والناس اللي طالعين الرحله في اي بي ليت بالظبط كده حرفيا. حرفيا انت قسم رايح انت مش طالب بقى خلاص. انت رايح تتبسط ورايح طب تتفسح. فاكر المكان اللي رحته اول رحله؟ ممكن تبقى جنينه الحيوانات او حاجه انا مش فاكر او ملاهي برضه الحيوانات. ممكن جيرولاند. حاجه سندباد مش فاكر يعني. جيرولاند. رحت سندباد. رحت في لك رحله موقف سندباد في برضه السندباد. كانت رحله برضه. احكي لكم مدرسة موقف في السندباد فشيخ حرفيا حصل معايا. خلاص قول لنا. طب انت قول لنا مثلا على اول رحله رحتها ولو فاكر مثلا تفاصيل كنت حاسس ايه ساعتها. انا كان مدرستي كانت في مدينه نصر في شارع الطيران، وكانت الحديقه الدوليه في عباس العقاد. تمام. فانا كان في اعتقادي يعني واحنا ماشيين بقى طالعين من الباصات بقى من المدرسه لحد الحديقه الدوليه ان احنا ماشيين مسافه كبيره، انت كل ده ماشيين في طابور والحديقه طبعا. الدوليه دي في حته تانية اصلا مره ثانيه بعيده عننا. والله قلت مسافر بقى الفضاء بقى. ورايح نحن هنا. ورحت بقى طبعا الحديقه الدوليه انا في عالم تاني يعني. انا سافرت تقريبا بره مصر. انا ده كان احساسي مثلا نحن ان هنا انا سافرت. أيوة. كانت اول رحله كنت ساعتها في. لا ورايح مع اصحابك وبتوع المدرسه ولابس طبعا لبس وبتاع كاجوال مش عارف والدنيا ايه حلوه. وبالظبط هم يعني اول بقى لما الرحله خلصت وبتاع والدتي جت خدتني من المدرسه ووصلنا البيت في دقيقه او دقيقتين. ايه ده الموضوع طلع ازاي جنب ده البيت يا حصل؟ جماعة. ده جنب البيت. وانا كان اعتقادي بقى طبعا طول الموضوع كله ان ده بعيد قوي يعني. انا عايز احكي لك موقف على السندباد ده. قول لي. في مدرسه مش لغات. السندباد دي اللي كانت صغيره قوي كده ايوه كل اللي حاجه عند- جنب بعض ايوه جسر السويس ده كان باين بتخش بكارت جسر وتلعب السويس. كل حاجه وحاجات زي كده لا اللي بتلعب كل حاجه لا. دي هو السندباد. بصراحه مش فاكر السندباد كنا بندفع ولا لا التيكت بس على كل هي لعبه. كانت الملاهي الصغيره خالص دي. في ملاهي ادهم كانت صغيره أدهم يا خالص. ده دي فين دي؟ جنب كانت الماجيك صغيرة. لحد الان بس دي قفلت. جنب آه. جنب بافلو برجر وماجيك بتاع فروت سلوت. صغيره اللي جدا في روكسي. دي. في روكسي بروكسي كانت عند صغيره قوي. قصر اللي هو قصر كانت مش عارف صغيره هي اسمه. كلها على بعض. هو أوضة بص وصالة. جيرولاند حضرناها. جيرولاند سندباد كان زمان حضرناها. بتلبس سندباد. ساعه كده بلاستيك وبيخليك تلعب كل الالعاب. طب يا جماعه ما اعرفش بقى حد حضر الحفلات اللي كان بيعملها عمرو دياب طبعاً. زمان في سندباد. لا ما روح. كان بيعمل زمان حفلات تقيلة. في السندباد. بس كنت السندباد بتلحقها في كبيره وقت لدرجه الرحلة؟ ان عمرو دياب كان بيغني فيها. اقول لك كنت ايه تاني بتلحقها أكتر في من وقت كده؟ الرحله ولا كانت بتبقى لا ده كان لا، ده كان ده بيبقى كانت الكلام حفلة بيبقى في الاغلب حفلة. في الصيف.
يعني ما منفصلة. بتبقاش وقت رحلات او حاجه، كان في اغلبها كان رحلات دي في الصيف. يعني فطبعا بقى كان وقت ما تخافيش الالبوم بتاع ما صح، تخافيش. احنا جينا بعد كده بشويه فهتلاقي ده ده بقى كان حدث جميل. حوار عمرو دياب بقى والقميص المشجر وطالع بيغني. كان انا هو بقى في لقطات ساعتها كده رقم انا ما انساهاش طبعا طول عمري يعني بصراحه. حوار السندباد ده يا معلم. مم. كنت طالع من مدرسه لغات، فطبيعي انا مدرسه لغات او لو في البيت بتاع ابويا وامي عادي اللي بنتكلم فيه عادي عربي، مش لازم بقى زي الجيل بتاع دلوقتي اللي هو ايه اسمه حمام، وفي المدرسه WC ده اللي انا عارفه ماشي. طول عمري. آه. تمام ماشي. فانا كنت الرحلات اللي بروحها فين زمان كانت هي جيراند ومفيش غيرها. ولما ابويا وامي فكروا يخرجوني وكانت بالنسبه لي البوم طبعا مفيش حد فيكم حاضرها لا ماجيك لاند، ودي كانت توب يا ده نهار احنا اسود. كنا بنقعد ده نتفرج كان عليها عرض في التلفزيون الدولفين، عرض الدولفين رحتها مرة وياخدوك تقريباً. ومش عارف يدوك اللوكيشنز بتصور فيها الافلام، وبعد كده كان كام مدينة لعبه الانتاج قديم صحيح. ده. ايوه ويا ايوه نهار أيوة. انا ما اعرفش بجد والله حزين هي قفلت هي مع لسه موجودة لا قفلت للاسف. أعتقد أنا قفلت، حزين انا حزين والله بجد كانت تحفه. المهم ايه ايوه فاول مره اروح السندباد، وكنت ساعتها اتنقلت من مدرسه لغات زي اقول لك لمدرسه عربي. تمام كانت قبل مدينه نصر دي كانت مدرسه من نفيس. فالمهم اول ما دخلنا الملاهي فتعاملوا زي كذا طابور يا جماعه مين هيركب العروسه مين مش عارف يركب الساقيه بتاع ايه. فبدأنا ماشي. ايه نقسم مع مدرسين عشان كل واحد يكون مسؤول عن لاين. والدودة وبتاع فجه مدرس ها يا جماعه مين عايز يروح دوره المياه. فانا دورة المياه تمام فرحت ايه حسنا يا سيدي اجل بالظبط والله العظيم كان لفظ مين عايز يروح دوره المياه. انا طالع مدرسه ايه ده مدرس عربي لغات لا مش فاكر مدرس عربي اي مش ماشي. دوره ايه. المياه. رحت رايح وراه ايوه يا مستر ومحمس قوي انا عايز اروح دوره المياه. ده افتكرتها لعبة في أقسم الملاهي بالله بجد. فالمهم في قدام الحمام البنات تخش وتخرج الولاد يخشوا ويخرجوا وانا واقف اعمل كده انا مستني بقى أنا مستني. فين الانبهار. حرفيا مستني علي طلعوا من الحمام عشان نروح نلعب. فراح المدرس قال لي انت دخلتش ليه يا ابني؟ قلت له مستر مش عايز اخش. قال لي يا اين ابني- دورة المياه؟ قال لي يا ابني انت مش عايز تخش دوره المياه؟ قلت له دوره مياه ايه هو الحمام اسمه دوره مياه؟ قال لي قلت له ايه هي دوره المياه دي مش الشلالات. والله العظيم اقسم بالله الراجل اقسم بالله على اسم كان هيعيط من اسمع. كتر الضحك. جهل فولي فولي عادي. بتاع لغة عربي. يقول لي شلالات يا ابني انت جاي منين؟ قلت له من طب والله سان عايز جورج. اقول لك طب ما صح ما والله- دورة مياه ايوه بقى، دوره صحيح. أيوة، مياه في ميه صحيح اللي هو راجل عارف شفت الفيلم بتاع العيال الحريفه اللي هو ابن خالد النبوي لما اتنقل حاجه زي كده انا كنت اقسم لسه بالله هقول لك والله والله نفس فعلا الفكره اللي هو كانت نقلة بقى اللي هو نقله حضاريه انت من مدرسه لغات لمدرسه عربي تقعد تكلمهم بقى والتساوي انجليزي وبتاع في المدرسه حرفيا ما ماشي. كانش فيه غير حصه العربي وطول اليوم كده اللي هو فانا طفل دوره المياه فدي كانت بالنسبه لي صدمه في السندباد عمرها ما تتكرر تاني في حياتي بصراحه يعني طب حاجة جامدة. موضوع بقى التنمر كان في زمان اكيد كان في بس ما كانش اسمه تنمر يعني. كناش بس انا عارفين بص انا كده المصطلح كده ده. كنت يعني ايه ببقى مرتب في شكلي ومش عارف ايه وراجل دحيح وكده فما كانش حد بيتريق عليا في حاجه. فانت كان في حد بقى كان مستقصدكم مثلا في شكل في وعملت حاجه كوارث للاسف وربنا سترها معايا. لا والله انت كنت بتتنمر ولا لا، كانوا أنا بيتنمروا عليك؟ بيتنمروا عليا بسبب الضغط اللي كنت بتحط فيه ربى جوايا. يعني كنت عملت مصايب. انا فتحت ايد واحد بمقص فتحت ايد اقسم واحد بالله العظيم. كان واحد ده من كتر يعني ما انت ما خلاص بقى اللي هو فكره ما كانش ليا شله قعدت فتره كده ما كانش ليا شله ولا اصحاب والله فاكر حتى كان ايه اسباب فحد يتنمروا عارف انت الضغط النفسي لما تحط فيه فخلاص بقى اتنرفزت اللي هو المقص اللي بيفتح 4/4 ده رحت جايب ضربه في ايده. انا كنت زهقت بقى حرفيا خلاص. استوى لي امر ورفض وكانت قصه وعدت على خير مع ان مع الوقت انا هو اصحاب جدا بس كان في حاجه ليا دمها خفيف يعني مثلا يعني انت كان وزنك زياده ساعتها كان وزن ولا زياده برضه كان في حد بيتكلم على يعني ايه الحوار قصدك ايه؟ ايه؟ يعني ايه قصدك ايه وزنه زياده؟ اخويا انا بص في فرق ما بين انا بقول وزنه زياده يعني وزن ده نوع من انواع التنمر على فكره. لا والله ده انا بتكلم بمنتهى طيب على شفافيه يعني في شفافيه في انا لحد الموضوع. ثانويه عامه كانوا بيتنمروا عليا بسبب وزني لدرجه ان هو اطلقوا عليه اسم اكتر اسم بكرهه في حياتي. بيقول لها كيكي. ده ليه بقى؟ عشان تخين وجاي من والله كريم العظيم. اقسم واتقال لي في الجيش يا باندا. انت فاكر باندا؟ ما اتقال لي في الجيش يا صح باندا. صح كان اتقال لي في الجيش يا باندا. فلا انا طب انت يا سامح ما كانش حد بيكلمك في حاجه؟ لا خالص. انت كنت الحمد بتتنمر لله. على حد في حاجه؟ لا بالعكس انا كنت طفل خجول جدا. طبعا انت كنت في حالك انا كنت كيوت وش قوي يعني. والله الراجل ده احسن حاجه مريح لا لا لا، لا وش كيوت جدا. سفاح. لا انا كنت كيوت. كان عارف اللي هو شكله كان بشعر كان شكله كيوت. مش عارف ايه بس يعورك شكله بسكوته بالظبط لا بس انا كنت مانيش شكله يعورك بس هو بسكوته بالظبط. وما احبش اذاكر يعني برضو يعني عشان برضو ايه يعني ما تفتكرش ان انا كنت لا زي يعني دحيح وشاطر انا كنت احب اذاكر ولا كنت احب يبقى ليا احتكاك بحب البنات بس ماليش احتكاك بيهم خالص. تمام. فكنت طفل هادي جدا ولا بتاع مشاكل بس كان دايما اللي قدامي بيتفاجئ من رد فعلي. ماشي.
يعني مثلا لو حصلت مشكله او بتاع، انا الطبيعي معروف ان انا هادي، تمام. فلما كان حد بيجي يجرب كان بيزعل. لو انت يعني هادي لما كان بس اول حد ما يحصل حاجه انت كان بتقلب حد تاني خالص. بتزعله. بس انا في يعني في الطبيعي هادي عادي مفيش مشكله. بس تمام. فده كان بيطمع فيا بصراحه ناس كتير يعني، صح. لان طبعا كان اكيد كل فصل يعني كان في بلطجي، في شله وفي بلطجي. وفي صح بلطجي صح بتاع صح الفصل صح. او في فتوات او بلطجي بتاع المدرسه، وفي المدرسه. فتوات المدرسه اللي بيسيطروا صح. يعني. طبعاً. ده ليها قصص كتير في فتوات طبعاً. المدرسه دي. بس يعني الكلام ده مثلاً- يمكن كان في سن كبير شويه، كان في اعدادي او حاجه. لا بس في مش- ابتدائي، كان من في ابتدائي يعني. آه، انا ممكن مثلا افتكر في على بلطجي خمسة المدرسه ده، بس ستة كده. انا كان حظي ان هو كان صاحبي يعني. أنا- هو كان يعني حظ كده، بس كده بالحظ ان هو كان صاحبي، انا كنت بحبه يعني. ماشي. بس طبعا ايه يعني، صاحبك هو البلطجي. صاحبي هو طب البلطجي. ده حلو، ده انت معاك فدي حصانه. بالنسبه لي، دي كانت بالنسبه لي ما فيش اي مشاكل. بس قبل ده، قبل ما نبقى اصحاب، فكان اي حدث اي حاجه تحصل انا اروح مقلوب على طول بقى. ايه هو كمان الصحوبيه بتاعتنا ابتدت بخناقه ما بيني وما بينه، لا والله. واتخانقنا مع بعض، يعني وبعد هو كده بقينا حاول اصحاب. ينكشك فانت اتخانقت فلقى معاه. مني وش تاني خالص، فبعد كده بقينا اصحاب وبقينا ايه طب ما الدنيا حلو ماشيه. ده، حلو بس ده. انا بصراحه عمري ما كنت بلطج على حد او باخد سندوتشات بص حد هو انا كنت مثلا زيك والجو يعني، ده. انا كنت في حالي، بس فعلا لما كان حد بيجي ناحيتي لا كنت بتعامل يعني. مم. بس ما كنتش جريء يعني. زمان انا كنت لا، ما كانش عندي الجرأة خالص. انا عكسك. بس لو حد جه يتعامل معايا حاجه لا كنت ممكن يعني بنفعل، فاهم. مم. بس انا مش عارف، انا كنت عكسك يعني. بس عايز اقول لك في ابتدائي واعدادي كنت مش بلطجي، بس اللي هو بعرف اتعامل، سواء بقى تنمر خناقه بتاع، لا بسد وبعرف اضرب وين. ففي مشكله للاسف لما انت بتبقى طالع بقى بعقيدتك، انا فتوه في المدرسه وبتاع، وكل ما هكبر سنه كل ما اكون فتوه، فلما تتنقل من مدرسه لمدرسه فانت رايح بالبرستيج او رايح بالشخصيه دي، فيتعلم عليك. يعني انا في مدرستي كانت اخرها ثالثه اعدادي خلاص، اللي هي اخر حاجه ثبت فيها مدينه نصر دي. ده حقيقي فعلا. والله فرحت ده بقى اللي مدرسه حصل جديده، معايا هي بعد حاجه اسمها كده. اتغير، كانت اسمها مدرسه العابد. ما انت رايح بقى مكان جديد. فراح بقى مدرسه العابد، فاتاري بقى مم. إن الدفعه اللي دخلت معاها دول من كيجي لحد ثانويه عامه مع بعض. حلو. فانا بقى الدخيل بقى اللي هو ايه بقى مع اول يوم بقى، ولسه بعمل لقطه طبعا. تك خلاص. ده كأنه التك هو دي بيحكي بالظبط اللي حصل أقسم بالله معاك. التك دي انا خدتها فوق راسي. بص هو قعدت 3 سنين في ثانويه عامه، لا انا معمول عليها مم. اكس، ما عرفتش ارجع بقى بنفس قوتي مثلا في دراستي، وانا ليا شله واعرف اتعامل هو واضرب بص هو واتخانق. غالبا بيبقى مفيش، موقف انسى. واحد لو انسى. حصل للناس بتعرف تاخد بتعلم صوره خلاص عنك يا بالظبط. يتعلم عليك يا تعرف تكمل في يعني اللاين بص بتاعك. انا ممكن زي سامح كده اللي هو اسكت، بس لو حد داس لي هو على طرف، احذر شر حليم انا عايز اقول لك صغار. انا فعلا انا ما ببقاش عارف انا بعمل ايه. يعني انا في مره حصلت زمان ومسكت واحد والله ما شفتش اي حاجه غير ان انا بعد ما خلصت بعد ما بتخلص الواد تستوعب. كان بص مش شايف بعد وشه ما من قبل. بتخلص تستوعب بقى. بالظبط. بس دي بتبقى آه. نوايا يعني، بتبقى بص في نوادر. حالات نادره جدا يعني. طب ايه اخبار السندوتشات؟ طب دي لسه بالعصير. بص يا سيدي انا كنا بناخد ايه يعني، كان الحاجه الكومن يعني كانت جبنه رومي، مش عارف جبنه بيض بيضه، مسلوق. بيض مربى ساعات، مش عارف ايه. لما بقى بيجي ساعات بقى مثلا نبقى عاملين في الغدا بانيه او كفته او مش عارف ايه وبتاع، تعمل سندوتشات الصبح، وغالبا بقى بتلاقي مثلا حد عينه منهم معاك في اللي هو انت الفصل معاك فراخ بانيه، معاك ساندوتش كانت فراخ. بتحصل في والله اللي هو الرحلات برضه. بيتقال لك انت ايه ده. بالظبط. بس حصل ان كان في حد مثلا كان بيبدل معاك سندوتشات او مم. او حد يبلطج عليك كان- ياخد منك السندوتشات. او بص او يعتبر انها وسيط ما بينهم، كان هشام ومحمود السيد. محمود السيد مامته مثلا تعملوش بقى جبنه، انت مش عارف بلوبيف البيض، مش عارف روز بيف، حاجات كده ايه لطيفه. وهشام بقى اللي هو جبنه بيضه وحلاوه. فسبحان الله هشام مش عاجبه سندوتشات معاه وحابب سندوتشات محمود السيد، ومحمود السيد اللي هو الجبن العاديه فحطوك عجباه. انت بقى تبقى وسيط فيبدلوا ما مع بعض. بينهم بقى، لو فأنا بقى انت في تعمل النص. عمليه صفقه. فطب اقول لك يا هشام كان ده حرفيا كلب ميكس شوكولاته، ما بيعشقش غير هو يومين يجي بيه. ماشي. بقول لك يا سلام تديهولي، طب اخد منك كام سندوتش؟ اللي هو كام فيبيع لي بكام؟ العصير بالسندوتشات كام ومصحف، بكام؟ مع ان انا معايا مصروف ممكن اروح اشتريه عادي، بس صحيح. هو فكري لا اشتري ليه انا. طب ما صح بخش في صفقه يا عم. والله بالظبط. لا انا ده بالنسبه لي تجاره، ده انا ايه ده. انا كان جامد. ممكن ابدل يعني، كان ممكن مثلا ساعات انا معايا جبنه وحد معاه مثلا مش عارف بانيه وبتاع، فياخد واحد واديله واحد. كنا ناس محترمه يعني. سندوتشاتك اتسرقت؟ كتير. تطلع تيجي ده في عايز اقول لك مش الفسحة تلاقي سندوتشات سندوتشاتك بس يعني، مسروقة. سندوتشات واقلام لا لا ده كده 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 ده كده كده. طب كان انت نفس سامح ما التلبيس. كنتش مثلا بتبدل سندوتشاتك مع انا حد؟ للاسف انا كان فيا الطمع بشكل مش طبيعي. انت راجل غني. ليه بقى؟ ما هو ده فعلا ده حقيقي اللي كان بيتقال من لي بقى. مصر الجديده. انا كنت بقى ايه يعني، طبعا كان العيش البيتي بان ده زمان، يا لهوي. ده بيتي كان اول بان. لما طلع يا جماعه، ده كان شيء عرفت شوفاك خرافي. صح؟ لا كنا لا
عيش كده كان اللي هو بيتباع في الصغنن اكياس اللي بتاع هو السوبر فينو ماركت بس بتاع صغير ريتش بيك. وبيتحط لا شبهه كده كان بقى بص كده. كان بس زمان بنجيبه من زمان في المخبز. التسعينات كان ايه بس عشان تبقوا انتوا فاكرين كان العيش بيبقى معروف موجود في الفرن بتاع الفرن في بتاع المخبز العيش. ايوه ايوه لكن العيش بقى اللي انا كنت بجيبه كان بيبقى في اكياس كده حاجه نظيفه يعني. وفي السوبر ماركت وبتاع وكان بيبقى اطرى كمان من العيش أيوة، فبيقعد أيوة، اطول أيوة، فتره. صغير يا سامح اللي هو قد كده فينو بتاع ريتش صغير. بيك. لا مش بتاع ريتش باك ده ظهر بعدين. يا كيمو ده كان بيبقى الكلام زي ده ما الفينو كانش بس بقى بيتعبى لسه كده في اكياس وبتاع ما كانش ويبقى لسه اطرى من موجود. الفينو اللي بنجيبه من ريتش المخبز. باك ده كان جه حاجه بعديها احسن يعني بسنين. كواليتي احسن شويه. بعديها بكتير قوي ريتش باك ده جه بعديها صح. بكتير قوي. فطبعا بقى والسندوتشات بقى الفرانكفورتر اللي هي حرام بتاعت عليك يا سامح. اه يا سامح انا لو معاك في فرانكفورتر. الفصل يا سامح الحاجات دي هحقد خلي عليك. بالكم اللي انا بقوله ده كان جديد ما كانش يعني انتوا حضرتوه وكان موجود عادي لكن الكلام ده ما كانش حد ايه ده اللي هو ايه ده اسمه ايه انت فده اسمه كنت بتروح فرانكفورتر. سليم من في لا ما انا كان ليا واحد صاحبي بقى اللي هو لسه لحد دلوقتي احنا من يعني صاحبي حبيبي يعني بنتقابل لحد دلوقتي وبتاع وصحاب جدا وانتيمي من زمان واحنا في الطفوله. ده كان بيبقى كان ذكي. ماشي. انا ما كنتش يعني مقدر قيمه الساندوتش الموجود معايا ما كنتش مقدر قيمته شايف ان ده حاجه عادي يعني ايه المشكله متعود عليه. فكان بالظبط فكان يجي بقى هو لو ايه على احنا مش عايشين اجيله بقى على حجره وهو مطلع لي بقى السندوتش في العيش البلدي مثلا او بتاع دوت بيبقى مثلا جبنه كان بيجيب ساعات سندوتشات بطارخ كان حاجات كده. ده اكل الفقراء. لا ده حاجه الحرشه يا معلم. انا بالنسبه لي ده حاجه الحرشة. جامده جدا اللي هو ايه الجمال اللي عنده طبعا ده. هو بالنسبه له ده اكل الفقراء. هو بالنسبه له اكل لا بالنسبه له هو شايف ان هو ايه الجمدان ده فرانكفورتر وبتاع هو ما يجيبش الحاجات دي. انا اقصد بالنسبه لصاحبه اللي هو عيش البلدي ده اكل الفقراء وده اكل الاغنياء. ايوه بالظبط بالظبط. بالنسبه له ده حاجه حلوه. انا اتعودت على ده فزهقت منه فعايز وايه الحلاوه دي واجرب وبتاع ومش عارف ايه وما كنتش في الاغلب كنت دايما ارجع انا مش ولا واكل اكله وهو كان بيبقى اكل يعني واكل اكله وكمان واكل الاكل بتاعي. هو ما شاء الله يعني هو كان علي كان مقلبز انت عارف علي. فطبعا كان ما شاء الله بياكل الاثنين. انا ما كانش في دماغي بصراحه حوار الاكل ده. انا كان هميم كاراتيه بيبسي شيبسي ده بالنسبه لي دي الوجبه دي الوجبه اللي ترضيني. انا زاهد فاهم اللي هو مش محتاج اي حاجه تاني من الدنيا. حد كان بيبيع له ما اعرفش انت حضرت القميص عزه بتاعت الكانتين. طبعا كان بيبيعوا سلايس بيتزا في الكانتين. حضرت انا في ثانوي حصلت معايا كانت طبعاً. مدرسه السعديه يا جماعه. كانت تحفه. انت فاكر السعديه؟ طبعا. ما هي السعديه اكبر مدرسه هي ومش عارف اسماعيل فهمي ولا كده وفي الأورمان باين فاروق. المهم انا حضرتها في السعديه. كانوا بيجيبوا من ايه بقى؟ كان حاجه اسمها ليتل سيزرز تقريبا. كان في براند كده اللي هو تحس كان انسان غابه كده ولابس ايوه بالظبط. كانوا بيبيعوا القطعه ب 2 جنيه. يا لهوي. كانت مارجريتا اللي هي عليها شويه خضار وبتاع ويجيب يديك معاها كيس كاتشب حلو كده. عايز اقول لك لما كنت بجيب قطعه البيتزا ومعاها مثلا كيس شيبسي اليوم ده كان بيبقى بص ملوكي. خلاص تعديت يا معلم. واحد شاي من عم كان مش فاكر اسمه عم ايه والله بس الراجل ده تقريبا اتقتل يعني. تشرب شاي بالطفوله يا مجدي؟ اتحرق. انت جامد. ثانوي انا قلت يا نهار. لا الراجل ده كان بيعمل شاي بنعناع بجنيه. فانت ايه يعني قطعه بيتزا ب 2 جنيه شاي بجنيه ومعاهم كيس شيبسي ما اعرفش كان بجنيه برضو ولا حاجه كده. فانت 5 جنيه انت الدنيا معاك زي الفل بس خلاص. 5 جنيه كان 5 جنيه مصروفكم كام؟ وعايز اقول ده كان لازم في حاجه على المصروف. مصروفك كان كام؟ كنت بتاخد كام؟ لا بس ثانوي غير انت كنت هتقول حاجه بس لا من ابتدائي على الراجل الراجل ده عيني اتقتل في المدرسه. الراجل بتاع الشاي ده اتذبح في المدرسه. ده بجد ده حصل. ده من الطلبه طبعا اكيد. لا ما اعرفش قال لك تقريبا كان الناس داخله تسرق المدرسه او حاجه وهو حظه بقى كان قاعد هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. فالله يرحمه يعني ويغفر له. لا كان بس كان بيعمل شويه شاي حلوين قوي. نفسك حلو في الشاي يا عم الحاج. الله يرحمك يا عم. محاسن موتاكم لا اله الا الله. الشاي. لا اله الا الله. موضوع مصروف ده عمري ما هنسى هذه الذكرى. المسجد اللي هو عند جنينه مول مش عارف اسم المسجد ده. المهم يعني كنت نازل معايا مصروف 2 جنيه. ماشي. كان ساعتها ايام ليز لما كان موجود في مصر. حلو. كان جامد قوي السلام. ده كان مقاطعه بعد. بص هو احنا لو كنا نعرف موضوع المقاطعه ده من زمان كنا عملناه. والله العظيم ده حقيقي والله العظيم. فركزوا معايا في اللقطه دي. الليز كان بنص جنيه وعصير الميكس كان بجنيه ونص. ماشي. انا رايح اصلي الجمعه ومعايا مصروف الجميل ومريت راجل يعني ايه شحات يعني على قده وعايز حاجه لله سبحانه وتعالى. طب ابص كده كان معايا اللي هو الجنيه ونصين ورق. ماشي. طب اديله نص جنيه واجيب العصير. طب مش عارف انا قاعد افكر ان انا ايه الملاك والشيطان. حرفيا انا بص انا عقلي طفل دواء كريم واقف هنا كريم. عقلي كريم يعني بص مثلا انا ممكن اديله جنيه وبقى معايا جنيه. لا انا متبرمج على حاجه هو يا شيبسي يا عصير ممكن ابدل حاجه. لا انا هو الكومبو ده مع بعض بس فاهم انت يعني ما ادلوش مثلا جنيه فبقى معايا جنيه اجيب مثلا كيسين شيبسي. لا هو انا هجيب العصير يا الشيبسي فهو ياخد حاجه من الاثنين ياخد الجنيه نص ياخد النص جنيه. ده عقلي كطفل. حلو. فخلاص انا هضحي
من اجل بقى الثواب اديله جنيه ونص بتوع العصير طب ما ده حلو واجيب ده. انا ايه كيس ماشي. شيبس ونص جنيه وخلاص. ماشي. اديته له، دخلت صليت والله العظيم عمري ما هنساه. فلقيت ليز مكتوب عليه بيكسب فلوس، اشتري كيس شيبس ليز، ودي بديها نصيحه لاي طفل صغير، والله أيوة. كسبت 5 جنيه. ما شاء الله. انت فاهم يعني ايه؟ يبقى احنا جنيه ونص ونص جنيه في بنوصل الزمن رسالة. ده. والله أيوة. والله ما وركش والله ما وركش صح. ان احنا في زمان انت فاهم يعني قيمه الجنيه ونص ونص جنيه. طبعا كان فان كان انا اكسب ليه 5 جنيه مصروف انا يوم. دي كانت انا ساعتها رحت النادي وركبت بيها عربيات تصادم فيا أيوة، لهوي ده حاجه يعني حدث صحيح. حدث بجد. فدي كانت حاجه تحفه. كان أنا مصروفي كان 2 عند جنيه ربنا ما عامة. بيروحش. صحيح. حقيقي والله. ايوه فعلا. وده نفهم منه ان احنا اتنمر ايه عليه. لا، نفضل. ما تنمرش على حد. معلش كان بقى- اسمه ايه الراجل ولا ما تعرفش؟ مين ده؟ الراجل اللي انت اديته لا ده الحاجه. شحات هسأل طب خلاص اسمه ليه؟ مالناش بس معلش ممكن نوقف لحظه بس الاستاذ بيضحك بيتنمر عليه. لا ما تنمرش بتنمر على كلامنا؟ برضو كان في من ضمن الحاجات لما مثلا ايه والدك او والدتك يجوا ياخدوك بدري. اليوم ده انا عايز اقول لك كان بيبقى يوم عمري روح يعني. معاهم. يعني لما الاقي مثلا ايه كنا بنمشي الساعه كام 1 او 2 او ماكسيموم 3 يعني تقريباً، حاجه كده. لما تيجي مثلا مامتك تاخدك الساعه 12 10 الصبح. وتروح البيت عشان تشوف الكرتون، تلحق تشوف الكرتون سيبك من بدري. الكرتون لا ولا لا، ودايما لا. كان بيبقى جدتك تعبانه مش عارف ايه حاجه كده يعني. بس بقى عايز اقول اليوم ده كان بيبقى بص اكتر يوم كنت بحبه في المدرسه. انا بالنسبه لي كنت بحبه علشان كنت بروح البيت وبحضر الكرتون، لان الكرتون كان زمان بيجي كان بدري. 10 الصبح. كان من 10 الصبح. صحيح. فان انا اروح البيت الساعه 10 ولا 11 الصبح ولا الساعه 12 بعد ما اليوم ما لا وان بيبدا من انت الساعه تسيب 7. المدرسه اصلا وانت شايف فكره ان صحابك انا قاعدين فكره ان انا عادي. اسيب المدرسه طبعا والكلام ده كله دي قصه تانية. صحيح. بس فكره ان انا رايح اشوف الكرتون ده كان بالنسبه حسد. لي يعني بيحسد. ده الدنيا كلها الفصل وما كله فيها. بيحسدك ومتضايق فكره طبعاً. إنك تروح مع أبوك وأمك طبعا دي وابقى حاجة ماشي وانا يعني. بضحك طبعاً. لهم طبعاً. ضحكه عارف اللي طبعاً. هو فاكر اللي احنا كنا بنحكي فيه من شويه ان المدرس يبعتك تجيب حاجه كانك عبد، نفس بس دي بالظبط. بقى اعلى بكتير. انت بالظبط. مروح انت معاك ومفيش في اي حصص بي بتاع حرفيا طالع بيه. ومفيش حصص وهمشي كده عادي واروح البيت. ده كان او بصراحه كان هو وحصه الالعاب. يعني حصه الالعاب دي كانت بالنسبه اسبوعيه وساعات يعني كان معظم حصص الالعاب كنا بنقعدها في الفصل بس ما نعملش حاجه يعني. حصص انت احتياطي. عارف يا مجدي، انا من كتر حبي في حصص الالعاب دي انا فاكر كانت بتبقى ايام ايه في الاسبوع لحد بس كنت دلوقتي. بتنزل تلعب فعلا ولا كانوا كنت بينزلونا اه ساعات كان بيقدرونا بقى يخلينا ننزل نلم الزباله بتاعت الحوش. طب واحنا مالنا ده في احنا؟ ثانوي برضه بس انت حصلت احنا معايا. مالنا احنا من احنا المدرسه كلها حصص الالعاب مرميه. عندنا كانت 2 وخميس، مم. وكان في يوم الخميس ده كان بيبقى 5 حصص بس في اليوم. ايوه كان بيبقى يوم قصير صح. بيبقى يوم مم. قصير، وكانت حصه الالعاب بتبقى في النص بالظبط. فطبعا كنا نلبس لبس الالعاب اخضر، ولما كبرنا شويه بقى لونه اصفر وشورت ابيض انا كنت محروم وكوتشي من الموضوع ده وكوتشي في ابيض ابتدائي. وكوره مم. بقى، اللي بيلعب كوره واللي بيلعب مش عارف فتنس بقى ضغط وبتاع مش عارف ايه، واللي طبعا بينفض للكلام ده كله وياخد صاحبه ويروح على الكانتين. فطبعا بصراحه كان كرنفال يعني كان انا عايز اقول لك انا حصل معايا ده. كنا بننزل نلعب في اعدادي وفي ثانوي بس في ابتدائي كنا بنفضل قاعدين في الفصل. مم. طبعا يعني في الحصص العاديه ما كناش بناكل يعني ما ينفعش تاكل وتطلع حاجه تاكلها وبتاع. فكانوا بيسيبونا بقى ناكل نشرب ننام نعمل اللي احنا عايزينه. كان في حد بيحب ياكل في اثناء الحصص انا وكان لو طلع الحاجه من تحت الديسك ما كده كانش بتاكل بيستهويني. انا كنت بتاكل بنسى الاكل وتخبيها. انا كنت بحسها برضو اللي هو طب ما ليه ما انا في كنت فسحه بنسى الاكل جايه الاكل ما كانش بيبقى في دماغي قوي يعني اللي هو انا زيك برضو تاكل انا ماشي بس قشطة. عشانك مع ذكي إن- وتحط ايدك على بقك وتخبي بقك ايوه وأنت ايوه في بتاكل. ناس كانت بتحب كان تلعب ناس صح. كده جنبي هو على طول. خبيث كده كنت لا وتنزل تحت الديسك أيوة، فاهم تقوم تاخد تخرج قطمه كده إيه؟ وتطلع أيوة، مفيش تاخد حاجه. طب ليه بقى؟ لا ايه طب ليه بقى كنت انا يا عم خلي بالك انا يعني كان أصلاً عندي فضول واد وجربت صايع. عشان عايز اجرب. بس ليه قلت ليه اعمل في نفسي كده واقعد اكل وده لا هو وحد يعلق عليا؟ كنت كده بصراحة برنس كده كنت كده بحس ان هو بيضحك على تهزيء. لا كنت بحس ان هو تهزيء بصراحه. لا يا معلم كده بيضحك على المدرس بقى. اه ذكي انت جدا. بتتكلم ازاي. كان ذكي جدا. كان برضو من ضمن الحاجات كان في حاجات بقى بنحب نجيبها واحنا صغيرين. يعني مثلا كان زمان كنا بيحكوا لنا عن موضوع دوت الأز. انا ما جبتهاش أنا جبتها. بس ماتت. جبتها آه. ماتت بتموت. بتعمل ايه بقى. انا بحس ولا بتعمل أي حاجة، هستمتع بتموت. بيها لا، ازاي في مثلاً؟ بتتحول أنا أعرف بتتحول حد بقى رباها فراشه وعاشت معاه وبتطير. بيقول لك اصلها بتطلع حرير. طب ما هتطلع قد ايه ما حرير. شفناش بقى حرير ولا بتاع. لا والله انا اعرف حد أنا ما كان شفتش. صاحبي آه. بس هحكي لك اللي حصل. هي يا ابني دي حته حاجه قد والله قد ايه كده. هو عباره عن ايه؟ بتشتري دود مش ماشي عارف. انا كان فكري برضه وانا صغير عبيط في حته ايه، انا لما اجيب ذكر وانت اخلفه ما فيش الكلام ده. هو ما بيفهمش حاجه، هو كله اصلا والله فكري كان كده زي كده بقول انا هعمل مشروع والله ايوه مشروع كبير في بقى حدود اسفل انت. والدود يفقس ويبيض ونجيب بالظبط فالمهم انت كنت بتجيب واحد وتجيب لهم ورق مش عارف ورق جوافه ورق ورق توت باين. ورق جوافه ورق توت آه. ياكلوه بتاع والكلام ده. ففي مره نسيت الكرتونه مفتوحه، جيت لقيت النمله واكلهم اصلا. النمل دخلهم واكلهم. يا الله. صاحبي بقى اللي بحكي عنه ده ايه والله ما ركش كان حريف. كان بيجيب برطمانات ويربي كبير جدا جدا
وفعلا هو ما تفهمش كده تلاقيه لف نفسهم ماشي على حته الشرنقه ولا بتاع ده هي اسمها شرنقه بالظبط عشان اسم المصطلح بتاعها. بس ما حضرتش معاه بصراحه عشان ما افتيش يعني انتج حاجه هي طلع منتج من الموضوع حاجه حرفيا صغيره قد كده. ومثلا البيض مثلا بينزل بيض كتير جدا جدا، بس مش فاكر بقى كان مثلا مش فاكر بصراحه عشان زول كان مفتيش كان مثلا بيتحولوا فراشات بيطيروا بيعملوا مش فاكر. بس انا كل فاكر ده شفت زي لك كده هو وصل لمرحله ان هو كان عنده بيض كتير فعلا ايوه وحته قطن قد كده بتاعت صغيره جدا دي بقى اللي انا هبيعها أيوة. عامل هي بقى دي بقى الكوفيه بتاعتي دي اللي انا هبيعها واكسب هي فلوس. دي اللي هبقى فيها رائد اعمال. صحيح. حد فكر يعمل مصالح زمان من المدرسه؟ اكيد نصب عليا. دروس إزاي بقى؟ فاكر اللعبه بتاعت دروس اللي هي كانت بتنور يا سلام. ايه الدبور؟ لا بتاع شبه اليويو كده اللي هي بتعملها اللي هي بتطلع في ايدك اه دي. طبعا ماشي، ماشي، بس بتاع اللي هي ماشي. الجيلاتينيه ايوه ايوه كلها شراشيب. ايوه ايوه أيوة، صح، ايوه أيوة. تمام كلها شراشيب جامده دي وتقعد صح. تخبط كده جواها يمين ميه وشمال. وجواها كوره بتنور. ماشي. فانا ايه بقى بكتب مثلا ورايا اهي بكتبها ورايا بكتبها ببيعها بكام؟ ب 10 جنيه. فانا اروح مثلا داخل شاري 5 10 شريت علبه كبيره واطلع ابيعها قدام المكتبه كده على رصيف المكتبه ماشي ب 5 جنيه. انا كسبت، انا كده بكسب. كده كريم رجل اعمال. خلصت بعت مسكت الفلوس بعت لقيت نفسي خسران. والله العظيم ما اعرفش العقليه. لا انا كنت فاكر ان انا ابقى ابو هشيم عادي والله يعني. انا مش فاهم ايه اللي حصل. وكنت حرامي ليمون. كان عندي جدي في العماره الله يرحمه كان تحتيه في شجره ليمون اطلع اسرق ليمون على الشجره وتبيع الليمون. والف بالعجله في الشمس محدش يعبرني ولا اشتري. طب كويس ما شلتش الذنب. كان بس ابن عمي وبنت عمتي نجحوا والله كانوا بيعرفوا بيسرقوا الليمون ويبيعوه. بس هم نجحوا عرفوا يبيعوه والله الا لا انا المصالح فشلت. بالنسبه لي كانت الدروس. بابا لا ماما. بس لا يعني دروس في حته ان الثانوية انت مثلا العامة. تبيع حاجه في المدرسه. اخد لا ابيع مين آه. انا كنت اخد الفلوس بقى اصرفها بقى يعني اجيب بيها سجاير. ماشي. لما كبرت بقيت في ثانويه عامه طبعا محدش يعمل الكلام ده طبعاً. الكلام ده كلام بالظبط. فارغ عايز عيب. اجيبه على السجاير. كنا اروح مثلا نخلص. بلياردو، اروح بولينج مثلا بتاع نلعب بقى العب يعني. أنا ماشي. بالنسبه لي كان ان انا قلبت يعني فلوس الدروس او اي مصلحه مثلا بعملها من حاجات شبه كده بقى ملازم والكلام ده كله كان بالنسبه لي دي بقى اروح بقى بلياردو بولينج بلاي ستيشن. طب ده انت كان اعترفت بالنسبة لي بالكلام ده ده لوالدك والدتك ولا اول مره يسمعوه على لا الهوا كده؟ هم عارفين هم طبعا. عارفين. طبعا لا، انا اتقفشت اصلا. انا راجل صريح. انا من احسن الناس اللي بتتقفش يعني. انا ما بعرفش اعمل حاجه وتكمل الاخر لازم اتقفش دايما. فطبعا اتقفشت على طول يعني وعملت تاني ما هو يعني لا هو ما بس- حرمش. مجدي اعترف شربت سجاير. لا والله لا. عمري. انا عايز اقول لك انا بكره السجاير لا. جدا. انا عايز اقول لك كان في فتره من الفترات في ثانوي كنت بروح درس كيمياء. كان المدرس ما بيعملش حاجه ان هو بيشرب سجاير. جات لي حساسيه انف بسبب الموضوع ده. واصلا انا بكره السجاير وكرهتها بعد الموضوع ده اكتر. لا انا شربتها بشكل تاني. ايه بقى؟ اول مره في حياتي اشرب سيجاره واحنا دخلنا الحمام وفي اتنين اتقفشوا وكانت قصه سودة وقعدت ابص عليه يا شام انت بتعمل ايه وبتاع قصه زي دي. كان مستر نهاد فكانوا معلقه بنت لذينه. انا عايز اشرب عايز اجرب بس في نفس الوقت هي حرام وايه لا وبابا مالي لا. لو الممنوع مرغوب يعني اجرب. قررت بعمل ايه بقى آه. العلبه الهطله بقى حلو. اقطع ورقه من النص. يا ريتني وتعمل كنت شربت سيجارة بقى. يا ريتني كنت شربت سيجاره افضل اقسم بالله العظيم. لف ورقه ولع وشك ولعت وهاتك الورقة؟ يا جحا او مين بقى ما عملش كده؟ والله العظيم مين بقى ما عمل كل هاتك كل يا اللي كحة. كانوا عايزين المشكلة إن هو يشربوا ولع سجاير؟ الورقة. والله العظيم ولعتها وشربتها طبعا ما قدرتش اقول نفس. انا خيالي وقف عند اللي حته ان هو هو ماسك الورقه وخلاص. والله العظيم لا. اللي هو إنما يولع الورقة دي جنب. انا راجل شحط اهو بقول لك انا ريتني كنت شربت سيجاره. انتوا ناس اللي هو عاديه. بياخد خلي بالك ذنب ده يا فكر ابني. الناس والله عاديه. انا بقى العظيم كان بره. فكري كرييتيف. انا إيه كنت شخص بقى؟ كرييتيف. ايه بقى؟ الورقة كنت ولا إيه؟ لا كنت راح اجيب السيجاره فعلا. بس انا في نفس الوقت بسمع ان التدخين متعب مضر بالصحه. ماشي. فانا عايز اشرب حاجه تكون مش مضره بالصحه. فكنت بعمل ايه اروح مفضي التبخ وحاطط فيه شاي في البتاع يا الاول. الله. حاطط فيه يا. شاي واخش جوه الحمام واروح مولعه. وولع وانا كده ورقة بشرب مكرسة؟ سجاير. لا ايه يا ريت ورقه في السيجاره نفسها. يعني بقول لك أنت بفضي يا عم التبخ بيفضي السيجاره ويحط واحط شاي. شاي. يا نهار فلو يا هيلفي اما سيجرتس. بقى لما كنت بحب انوع بقى وايه نعناع واقعد اولع السيجاره كل يا شويه مزاجه. بتطفي. يا مزاجه. بتطفي ومع ذلك كنت لسه بقول لك ايه من تخيل شويه المنظر في الحمام. يا عارف ما انا أنت- اتقفشت لحضرتك. والله مستر ما انا اتقفشت لحضرتك مع اول نفس. انا اتقفشت. لا انا بحاول اتخيلك. قاعد اتقفشت تضرب على دماغ طول. شاي بنعناع. امي قفشتني طبعا اللي هو شايفه دخان طالع لان هو الحمام ايوه. والمطبخ الاتنين على نفس المنور. فطبعا هي لا شايفه بس في دخان حاجه طالع حلوه. من انت كده ما عملتش حاجه غلط. انا كده أنا كده شربت بشرب شاي بنعناع. اشرب شاي ونعناع. انصح الناس يشربوا سجاير. كنت بحاول على قد ما اقدر ابقى بعيد عن التدخين بصراحه. والله بص انا كده اكتر حاجه بكرهها انا بكره اي حاجه مضره عامه. بس اكتر حاجه بكرهها التدخين. وما اعرفش لازمته ايه وما اعرفش ليه من اكتر البيزنس اللي بيجيب فلوس في العالم. طبعا بس يعني لا اتمنى ان هو يختفي يعني.
بس اقول لك من على حاجه، سمعك. انا صراحه شربتها لما يعني كنا في الجيش على فكره، وكانت اول سيجاره في حياتي اشربها كابتن بلاك، قلت اجرب يعني انا بجد لا، نفسي افهم يعني عشان منتجات اي لكم بقى ما تقيله. تعملش انا كان إعلان فكري بقى. انا كان ما- فكري ما- لا بس انا قلت ليه، انا اقصد ايه، ان انا فكري كاول مره اشرب سيجاره في حياتي عشان دي فيها شوكولاته بس. طعم الشوكولاته يعني. بس طب ما فأنا تاكل كان- شوكولاته. انا كان فكري بقى كده عايز آه. افهم يعني عشان اشربها واشوف ايه اللي ممكن يجي منها. فوالله العظيم انا شربتها كلها مش فيها اي ميزه، انا بقول كده. يعني دخان بعيد عن الكحه. ايه المفيد؟ ما فيش حاجه بص هي بتاع. بعدين كده يعني في ناس بقى ما خلاص لقيتش، اعصابها والله بجد ما لقيت فيها آه. مجدي ميزه او حاجه تخليني اتشد ليها. هي مشكلتها في حاجه واحده بس، ان انت بتبقى تعود انك اتعودت عليها خلاص. هي إدمان. مصدر النيكوتين اللي طب المخ أفقد بتاعك النيكوتين. بيفرزه، أفقد ويبدا النيكوتين. خلاص النيكوتين الصناعي يحل مكانه، فخلاص بتبقى لا عاده بس بقى. هي الفكره في البذر، انت اول ما بدات بيها ايه اللي بالظبط، عجبك ما هي فيها؟ بالظبط. هي دي المصيبه يعني. انت قبل ما ده حقيقي تعرف فعلا، تعالك ايه اللي خلاك يعني اصلا اقعد تتشد ليها؟ افتكر اقول إيه مثلا الفكرة؟ احنا كنا بنتنافس زمان ايام المدرسه مم. لما كنا في ثانوي. كنا بنتنافس بقى انه ناخد بقى نفس من السيجاره ونكتمه اطول وقت ممكن. كده انا نفسي طويل، كده انا قوي كده انا جامد. لا وراجل، لو برضه أنا انا أصلاً بشرب سجاير، واد انا صايع. راجل، انا كده كبير، انا كده. فطبعا دي كان مصيبة. تفكير يعني أيوة. دي مصيبة للاسف والله. كان متخلف دي يعني. مصيبة فعلاً. والله بص يعني احنا بننصح من خلال هذا البرنامج ان ما حدش يجرب موضوع السجاير لان هو ملوش اي 30 والله لازمه. ما اوعى. ليش اي بصراحة لازمه. اوعى، ولا والله سجاير ولا غير هو سجاير مخدرات على بصراحة. فكره. والله المخدرات بص، والمخدرات اسوأ. لا بس يعني كانت من ضمن الحاجات. هو معظم الناس وهم صغيرين مثلا في المدرسه وبتاع، في ناس كتير جربت وفي ناس خلاص فكست للموضوع. يس ربنا هداها وبطلت. هي وفي عيوبها عايز اقول لك كتير هو أوي بصراحة. الموضوع كمان هي حته مدمر عيوبها كتير. ومميت. هو دي حقيقه. يعني انا والدي من ضمن الناس اللي جات له جلطه بسبب السجاير. يا باشا انا صاحب والدي جاله بالظبط. غرغرينه في رجليه وقطعوا رجليه والله بالظبط. العظيم. مين ما جالوش بالظبط. مرض، ولا مين جاله بالظبط. مشكله لا بسبب يعني السجاير، الموضوع- غير اهدار الفلوس كمان. يعني انا يبقى معايا مثلا ويهدر فلوس دلوقتي قال لي طبعاً. علبه سجاير كام دلوقتي مثلا؟ صحيح. تاخد رقم وجبه، يعني تمن وجبه. طب ليه يعني؟ حرام بصراحه. نتمنى ان تختفي السجاير من العالم. طب ايه بقى موضوع الاذاعه المدرسيه؟ يا ساتر. هل حد انا عن نفسي يا ما كنتش ساتر. بحب الاذاعه المدرسيه. انا بكرهه أنا ما وكنت كنتش بحب اكره الطابور الطابور أصلاً. كره العمى، اللي واكره هو بص، المدرسين في الوقت انا ده. كمان كنت بكره الطابور جدا بقى. يعني بيقول لك دوشه ووجع دماغ، كان وتحس حد ان انت قاعد بيحب ما يصحى تحت بدري أصلاً؟ الاسبوتاية. كره. مين؟ مش انا خالص. بس اقول لك على حاجه، انا بصراحه ما كانش بيفرق معايا الصحيان بدري على قد ما كنت بكره اللحظه اللي كنت بقف فيها في الطابور، لان الواحد بيبقى طول الوقت محطوط تحت سبوت، المدرسين تحت سبوت، وتلعب رياضه الناصر وهوب. يجيبك. ولو بص ما اعرفش كان اتكلمت باللي بيجيبك جنبك، لو ازاي. اتكلمت مع اللي جنبك بيجيبك. شايلك لا نهارك. وعايز اقول لك بقى في الطابور كان احسن حاجه تقف ورا، تقف في النص مثلا. لو انت اللي في الوش ده هو اللي كان بيبقى خلاص انت بقى عسكري في أيوة. منصه واقف واقف ما تمام. تقدرش تعمل أيوة. حاجه ديش ما تعرفش تتحرك لا والله يمين عارفين ولا في شمال. منصه. لا بس فعلا كنت بكره الصحيان بدري. باول اللحظه اللي ما بصحى فيها اسمع صباح الخير يا مصر ايوه. وتيرا. طب فاكر صباح الخير يا مصر بص كنت بكره آه. اللحظه دي آه. جدا. وانا عندي كان هم الصبح بيفتحوا التلفزيون وبتاع يشغلوا صباح الخير كان يا في مصر. اغنيه حد فاكرها اللي هي وعايزينها يا تبقى حلو خضرا. يا حلو يا حلو صبح يا حلو يا طل. حلو طل. والبرنامج الأغنية الزراعي بتاع دي. عايزينها تبقى خضرا يا الارض اللي في سلام. الصحراء. ده بص كان. انا كنت بكره اللحظه دي موت. آه. وبصحى مش شايف واروح المدرسه بقى يوقفك طابور وتفضل تسمع اللي بيقولوا حي الخبر كده ملوش اي 30 لازمه. هل تعلم مش عارف بالظبط. السلام وهل عليكم تعلم ورحمه ان مش عارف الله. ايه، وهل تعلم يعني إيه؟ دي كانت الحاجه والله الوحيده المفيده، وطبعا ما نقدرش نتكلم فيها. ان كان واحد بيطلع القران. بالظبط يتلو كده نص قراني القران حديث بالظبط. حلو ده ماشي، بالظبط. لكن بقى مش عارف ايه يطلع يغني يطلع يديك خبر والنشيد. يا دين النبي على النشيد الوطني. النشيد. يا نهار اسود. النشيد ده اللي هو يا بص نهار كان الوحده الوطنيه. انا عايز اقول لك والله لحد دلوقتي ما حافظه. يعني انا كنت بقول معاهم كده خلاص بلادي. بس اقول لك على حاجه بلادي. أنا والله كنت بحبه العظيم. بصراحة. اقول لك على حاجه، او انت والله بعيد عن اي حاجه في الحوار الاذاعه دي، الواحد لما كان بيجي يقوله والله بجد تحس انك شهيد، تحس ان ايوه في ايوه. حاجه جواك. كان الواحد يا بيتاثر. معلم انا كنت ما كنتش بتاثر بقوله بيه جدا. انا بقول بحرك بقى. ايوه أيوة، ماشي. أيوة، لا انا أيوة، بص أيوة. ساعات كتير عملنا ده وما انكرش، عملت ساعات كتير، بس بصراحه لما عارف بتاخده بيقين كده وتيجي تقوله تحس ان في حاجه بس الكلام ده كان يخلص بقى تخش الفصل. عايز اقول ابتدائي. لك هو انا مش يخلص حاسس باللي خش انت فصل. بتقوله تقفل عشان بقى. حاجه واحده. انا كنت ببقى نايم. أنت انا بص انا واقف عالم عامل موازي. كده ومش عارف ايه بلادي. وبتاع بلا ولاكي حبي خلصونا بس وخلاص. ننام. ومشكله بقى ايه يقول لك العب رياضه واحد لا. اتنين وانا بعمل كده من ورا عارف نسيت حاجه. انت بعد النشيد لما بيخلص انت في حاجه كنت بتعملها، حد فاكرها؟ ايه بقى. يعني خلاص هو خلص النشيد، بعد النشيد على كان في طول دبدبه باين لا. معرفش. تحيا جمهوريه مصر العربيه. يا عم لا، وتعلي صوتك. تحيا جمهوريه مصر وتعلي العربيه. صوتك. دي برضو كانت لقطه. حته الدبدبه دي فعلا الحاجات دي بتحصل لحد الحاجات دي دلوقتي. بتنمي فيك الحماس، وتحس ان انت عايز ان انت يعني حد عنده فاهم؟ فكره الحاجات دي تموت في ده بتحصل الفصل. في المدارس بنفس التفاصيل دي لحد انا دلوقتي. بصراحه اخواتي هم في مدرسه، يعني لسه اختي داخله اي آه. جامعه تانية، بس بصراحه عمري ما سالتها ولا اهتميت، لان بالنسبه لي الموضوع ده فعلا لا كان رخم.
يعني انا كنت بحمد ربنا فعلا لما كبرت شويه، برضو كنت في حته معزلتي بيقول لك سبحان الله الباص بتاعنا كان الوحيد اللي بيتاخر، فبوصل بعد ما يكون الكلام ده خلص كله، فانا يا دوب يا بخش على اخر وهم طالعين يا على دخلت فصلي، فيا لهوي مزاج مزاج، مفيش الكلام ده ما حضروش، بحس ان هو تقديره. انا جه في دماغي حاجه كده واحنا بنتكلم، افتكرت موضوع الكرتون. فاكر ان زمان مثلا ايام كنت في ابتدائي كان في الساعه 10 بيجي، ما كانش فيه دش ساعتها. يعني احنا كان عندنا ما كانش فيه الاولى دش. والثانيه والثالثه كانت القناه الاولى والثانيه كان بيجي على القناه الثالثه بقى. كان في توم اند جيري كان بيتعمل، في حاجه بتيجي هو في قران الساعه 9 وبعد كده تخش الكرتون الساعه 10 لمده ساعه، حاجه شبه كده. كان توم اند جيري وحاجه تانية. كان في سكراب باين ولا معرفش كلب، كان كرتون كده عن كلب. ومره تانية كانوا بيجيبوا نينجا تيرتلز باين ده ومش كان فاكر. بيبقى امتى؟ كل يوم الصبح قصدك؟ الساعه 10. الساعه 10 الصبح. كان في انا على الأجازة. ايامي انا كان دولفين ممكن. وفواكه. كان ما كانش فيه برضو ساعتها دش، كان بتتفرج ما على القناه كانش فيه التالتة. دش، كان على أيوة. القناه الاولى والثانيه ده أيوة. الكرتون. وكان بالليل بالنسبة بقى لي- قبل الدش برضو كان هيركليز يا كان سلام. بص وزينة كان الساعه 9 باين وزينة على القناه الثانيه، بصراحة وزينه بفتكر هيركليز أنا وزينة. للأسف يا بقالي فترة سلام. بس الذكريات وسندباد مني شوية. ومش على فاكر ايه الجمال. تاني ده كان زينة وهيركليز ده تقريبا ولما كان بيبقى كبرنا شويه كل- بقى دخل بقى موضوع سبيستون ثانية والحاجات واحدة، دي. هو زينة مع سبيستون. هيركليز؟ زينة. مع مين بعض. بداية اللي كانت زينة. مين اللي كانت مع زورو؟ لا لا زورو لا ده زورو فيلم لوحده، لوحده. زورو لوحده. والله هي أنا زينة عارف اول مصور لما لي إن ظهرت في مع حد كان مع هيركليز لو زورو. حد زينة مع فاكر، هيركليز. وبعد كده انفصلوا بقى كل واحد يعمل عمل مسلسل. مسلسل صح، كل حاجه واحد كده. عمل صح. مسلسل. بس بقى طبعا كانت الدنيا كلها كان كان بيجي على قناه بس عايز تانية اقول وكان لك بيجي لما كانت بالليل. الحاجه بتيجي بص يعني مقننه في ساعه واحده كده بالليل وساعه واحده الصبح، كانت كان بيبقى بيبقى ليها ليها طعم. متعه. دلوقتي انت بالظبط. في اي وقت عادي بتجيب أي حاجة في بتفتح أي بتجيب وقت. اللي انت عايزه، تخش على خاصة اليوتيوب حوار تجيب اللي انت عايزه. لا كمان حته فكره، والله كنت لسه كان مع والدي وكام يوم في الحوار ده. زمان اديك زي ما انت قلت كانت قنوات، بعد كده الموضوع اتطور بقى فيه دش. حاليا في العصر اللي احنا فيه ده اللي هو حوار اليوتيوب بقى بقى اسمها ايه، اللي هو الشانل مثلا زي نتفليكس وشاهد وواتش اي بي والحاجات تي دي. في خلاص والحاجات انت دي بقيتش محتاج- مين دلوقتي معلش والمشاهد. سؤال انا بجد فعلا بجد بقى من كتر فعلا مين دلوقتي الموضوع بقى ده كان يتفرج؟ مؤلم بتاع مين دلوقتي بقى يتفرج صح. على الدش؟ صح. ده حتى يا باشا قنوات الكوره المشهوره والحاجات العالميه، القنوات دي بقى الحاجات دي بقت تشتريها. ففعلا انا واحد من الناس والله العظيم قاعد اهو في البيت، انا امتى افتكر انا فتحت دش؟ امتى؟ هو خلاص دلوقتي لا، نتفليكس هو ديزني يعني واتش لما مش عارف تزهق شاهد تروح مش عارف مشغل ايه مثلا ام بي سي 2 ولا ما اي حاجه عشان لو كده كنت بتاكل زمان وزهقان. تحس بالحاجه ليها قيمتها. يعني مثلا لما كان بيجي مسلسل الساعه 7 او الساعه 8 على القناه الاولى زمان، كان بيبقى فيه مسلسل كده بيتعرض على الساعه 7 او الساعه 8. الساعه 7 او 8 جت، انت بقى نمت ما عرفتش تتفرج عليه، ده بيبقى سواد. ده خلاص انت المسلسل مصيبة. انت مش هتشوف متضايق. الحلقه دي تاني. فاتك خلاص. انت مش مصيبة. هتشوف الحلقه دي تاني. يعني عارف مفيش صح. فكره بقى ان انا ممكن ارجعها تاني او اتفرج عليها، مفيش ولا اعاده ولا ومين الكلام ده كله فاكر خالص. سبيستون اول ما اشتغلت آه، كانت عايز اقول لك آه، كانت كانت حدث. بتشتغل على التلفزيون المصري. ايوه وكنا ده حقيقي. بنعمل بقى ساعتها جداول وقت وتكتب معين المواعيد وقت معين ان كده كان كل كرتون بيجي على كراسة القناه الفلانيه في وبتسجل- الساعه الفلانيه في الايام الفلانيه. بتسجل فعلا بالظبط. الكرتونات. انا عايز احكي موقف، بس ده كان بعد سنين كتير في عالم الكرتون، اسمه اللي هي كانت كرتون نتورك بالعربيه. عارفه ده على فكره قناه كرتون. وحشه قوي. ايه والله قناه وحشه قوي. إيه؟ الساعه بتاعتك واقفه بتجيب مش حاجات الساعات بتعلق ايه يا عم؟ شغالة؟ ايه يا عم مالها الساعه؟ عادي يا عم، يا عم انا ساعتي مش مظبوطه عادي يعني جاي يا عليك باشا عادي. براحتك. لا دي واقفه ما بتشتغلش يا عم اصلا. طب البسها ليه؟ طب اجيب ساعه بلاستيك اشيك. لابسها منظار. انا حر يا عم، لابسها منظار. حظاظه طب يا حد عم. فاكر الساعه البلاستيك بتاعت زمان والنضاره البلاستيك الخضراء اللي بيبقى عليها لعب دي من الاشكال فوق؟ دي بترفع حته والعجله العكاز والعجله الحاجات دي. العكاز دي كانت برضه حيوانات. ايوه حدوته. اللي يبقى تقدر. معاك تحس انت معاك عربيه، يعني معاك حاجه أيوة. مهمه. المهم يا معلم مرضوع. كمل. طب انت بتقول لي صحيح كرتون نتورك وحشه ليه؟ مش فاهم. بتجيب كرتونز وحشه، يعني بتجيب حاجات بقى فاهم. شفت كان اخويا بيتفرج كيز عليها والحاجات دي قصدك يعني اخويا دلوقتي عنده 13 سنه بس وهو صغير كان بيتفرج عليها. بيجيبوا حاجات غير اخلاقيه مدسوق، يعني عارف اللي هو بيدسوا السم في العسل. يعني للاسف ده بقى موجود يعني كتير ما بشكل مش بيتعلمهمش حاجات لا، حلوه زي ما زمان. حضرتش الحوار ده. يعني مثلا زمان كنا يجيب لك كرتون يعلمك الصداقه، طبيعي. ايوه مش عارف انك تفيد غيرك، يبقى في إنك رساله في كل حلقه. بالظبط. لا دلوقتي ده عبث دلوقتي بقى، اي لا. حاجه في اي حاجه. أيوة. ما حضرتش الحوار ده. المهم ايه، كان في كرتون مشهور اسمه ساموراي جاك، لو حد فيكم حضره. كان واحد اللي هو بدله كده معاه سيف وبيحارب تنين اسود. حد فيكم شافوه؟ تقريبا بس مش فاكره قوي. المهم يعني في حلقه من الحلقات هو راح يحارب التنين الاسود ده، وكان في معاه واحد كده زي صديق معاه، فمعاه حبل وفيه كورتين، فهو بيرميها بتلف تروح واخده رجله موقعه على الارض عشان ايه يربط بيها الناس. فانا ساعتها في الوقت ده التوقيت ده لبست اتعمل لي زي كشف نضاره غلط، ولبست نضاره وكان محطوط فيها الحبل اللي هو بيوقع النضاره ايه على الصدر ده. ماشي فعقلية طفل بقى انا ايه عايز اعمل بقى الحوار ده، لسه شايفها في الكرتون طازه. حلو. رحت فاتح الحبل ده، حطيت فيه حجر قلم وقافلها. طلعت رنيت على محمد رضا صاحبي الله يمسيه بالخير.
المهم طلعت وقعد الفها ما ايه يا ابن اللعيبه، لا انا اعملها بجد، بتلف معايا بحجارات ماشي ماشي. هات اجربها يا كريم، هات اجربها. قلت له استنى يا رضا اوريها لك الاول يا انت رضا، مش شايف ورحت عاملها حجر راح فلت جه في راسه. دماغه اتفتحت. يعيط خلاص يا رضا قوم يا خلاص ما رضا، تهزرش خلاص بقى يا بقى مش عارف راجل. ايه. فقايم اقوم، انت عارف رضا عارف اللي هو جاي اقومه، فبقوم اللي يموت الاول يخسر اه هو بالظبط نفسي. فجاي اقومه ورب العزه حسيت ان في حاجه سخنه على ما ببص الدم بقى نافور الدم يا وده حفش في بسبب ايديا الحجر. يا ماما ويصرخ. المهم في انا عايز احكي لك بس موقف، سوري نوقف لحظه، فلاش باك حصل قبل الحوار ده. ماشي. قبل ما اطلع له كان في 2 في الشارع واقفين عايزين يتخانقوا معاه، فانا طالع له عادي، فاللي هو ايه يا كريم عايزين نتخانق مع رضا، قلت خلاص هطلع اضربه انا واتخانق معاه بتاع، وسبتهم ده الهبل وطلعت الحوار ده حصل وهم كانوا فضلوا واقفين. نرجع بقى لحوارنا. المهم راحت مامته سايبه الصريه دي، مالك يا واد يا حماده وفي ايه، وانا جري انا شايف دم وخايف ومش عارف امه هتموتني تعرف ايه. رحت فتح باب الشقه واخدها جري على السلم. حلو. لقيت مين؟ قلت لك هتخانقوا معاه. ايه ده يا كريم؟ قلت لهم دم قال لك لا يا كريم. قلت له الاسد ثلاثه بنجري، فهك. اقسم بالله ثلاثه بنجري في الشارع بنجري صريخ في دم، انا عملت جريمه ايوه. وخيط طب الواد راسه. ايه اللي اتخيط في الاخر؟ عدى 7 ايام صالحته ببوستر بيتباع قدام المدرسه بس كده. بس. يا البوستر بتاعت ده المدرسه دم فاكر انت رخيص البوستر؟ قوي والله يعني. العظيم صالحته ببوستر عادي الحمد لله. وبوستر. لا انا اللي كنت فاكره برضو مثلا كان بيبقى فيه في كل فتره كرتون لما كبرنا شويه زي مثلا سابق ولاحق، بي بليد. حضرت المسابقه بتاعت انا سابق كان ولاحق؟ لازم كنت بجيب العربيه بتاعتي صح. وتجيب بقى العربيه. انت حضرت فككها بال ولا كان بعدك؟ كان بعديا بس يعني بس كنت جبت عربية وبتاع؟ شفت يعني كنت حلو. ونقعد بقى فاهم نقعد نفك في الموتور الموتور وبتاع والحاجات ونزود دي. السرعه وهو مفيش اي صح. حاجه. صح. سو احنا بنعمل بس حضرت المسابقه اللي عملوها في جنينه مول لا زمان؟ ما حضرتهاش. ده كان في مسابقه وتراك كنا كبير بنقعد بقى وبتاع احنا في نلعب مع السكيت. كنا انا واصحابي بنجيب عربيات وكان في عندنا زي بسطه كده بتاع يعني ايه حاجه سلم، عاليه كده نقعد بقى ايه نتسابق عليها. وتشوف مين سابق اسرع. بالظبط. جامد أوي. وتزق العربيه بسرعه كده عشان ايه قال يعني بتسبق البتاع طب قلدت حاجه من لعبه او من كرتون؟ كنت بقعد العب بقى في الاوضه زي لا، وانا صغير. شخصيات. اه احكي لك موقف حصل. حصل معايا. قول لي عملت ايه؟ كنت بقعد يعني كان مثلا بي بليد اللي هي بتاعت الدبابير دي. طبعا لو كنت بقعد اعيش أيوة. اللحظه ومفيش اي حاجه. طب مين يا مجدي اكتر شخصيه كرتونيه كنت بتحبها ما تنسي يعني مهما عدى العمر ما تنساهاش؟ بص هو انا دايما ما بحبش المين كاركتر يعني ما بحبش مثلا سابق ولاحق فما بحبش سابق احب لاحق فاهم او أيوة. لو كان في واحد تالت اسمه الصاعق كان مش فاكر جامد اساميهم كده. قوي بصراحه. المهم يعني مثلا في احب الشخصيه الايه المميزه بس مش البطل يعني حد مميز بس بعيد. ففي كرتون ايه مثلا وانا اقول لك يعني مثلا كرتون يعني مثلا ايام توم اند جيري كنت تحب مين؟ توم ولا جيري؟ ما اعتقدش اني بحب حد يعني بس كنت بحب جيري مين عشان كان بيضحك على مثلا؟ توم يعني هو وأنت؟ تمام يعني. وانت؟ توم ولا جيري؟ اه انا بحب بتلخبط بينهم. جيري اللي هو القط ولا الفار؟ الفار؟ جيري هو الفار؟ جيري الفار. بحب جيري طبعا. ما انا بقول لك جيري. بيضحك عليه حلو قوي. طبعا. هو للاسف توم كان طيب بس هو كانوا الفكرة عاملينها- احنا حبينا الشخص الغلط يعني جيري ده كان متلاعب وكان متنمر وكان بس هم بيطلع عاملينها عندهم. شويه ده صراحة أنا يكسب شايف وشويه كده ده إن هم عاملينها يكسب الاتنين وبتاع. هم. بس يعني كان جيري في الاغلب كان هو ساعات كان جيري هو لا، اللي بيعرف ساعات يضحك جيري عليه. كان في حاله وتوم هو اللي بيروح ولان جيري كمان كان صغير فكان بيعرف هو اللي- يستخبى وبتاع. فكنا متعاطفين لا معاه وكانوا كمان. بيجيب لك توم ان هو عبيط برضه يعني آه. هو يحاول يستذكى بس ما بيجيش. رياكشنات رياكشنات انا رياكشناته لحد دلوقتي انا بتخيل بقى كلنا رياكشنات توم عشنا أند جيري. عليه. المهم بقول لك على حته تعلق الشخصيات دي في جي تي اي 2 لو انت فاكرها زمان لما انا كنت كانت بحب بص انا كنت بلعب جي تي اي ولا بلعب بتلعبهاش؟ اسمها ايه الحاجات التانية هاف لايف والحاجات دي ما مش انك ما لعبتش بلعبهاش ميدل اوف اونر؟ ولا بلعب انا كنت بلعب حاجه واحده ما بس. لعبتش ميدل؟ هي حاجه واحده بس اللي هي البيس كانت البي اس كوره؟ لا انا عمري ما اتربيت على الكوره بصراحه. بس كوره مفيش أحلى من المهم الكورة. جي تي اي دي يا معلم زمان كانت 2 كانت هي عباره عن زي الكاميرا فوق كده وانت شايف العربيات وبتروح تركنها يعني احنا عايز اقول لك برضو قبل ما تكمل كلامك احنا عايزين برضو نخلي الناس يعني اكتبوا لنا في الكومنتس ايه الكرتون اللي كنتوا بتحبوه وايه اكتر شخصيه كنتوا بتحبوا ان انتوا تقلدوها لان يعني انا مثلا انا في سابق ولاحق كنت بحب لاحق. انت كنت بتحب سابق ولا لاحق؟ مش فاكر يعني انا مش هكذب عليك انا بقول لك من الاسم مش فاكر الشخصيات بس لو فاكر حد الكرتون فاكر بي كويس. بليد فاكر بي بليد بس مش فاكر الشخصيات برضو. مش فاكر يعني انا فاكر الكرتون كويس بس مش فاكر الشخصيات خالص. كنت بحب كان اسمه وكان في القناص برضو فاكر بس كان في حد في بي بليد اللي هو كان معاه النمر ده بس مش فاكر كان اسمه ايه. وكان في القناص كنت بحب قوي كيلوا اللي هو شعره رمادي ده. الوحيد اللي فاكر اسم شخصيته عشان طبعا هو من اسم الكرتون وبحبه لحد وقتنا هذا كونان. كنت بتتفرج على كونان؟ اتفرج. حد اتفرج على كابتن ماجد؟ طبعا يعني فاكره تشاش وفاكر مش كان قوي. في البان لا كان طبعا في البان بيكسر ستيكر جنبه. أيوة. شفت الجادون حاجه زي الجادون كده وتقعد تجمع في ستيكر على ورقه كبيره عشان تكسب كوره وبتاع وحاجه زي كده. طب حد كان بيتفرج على يوجي؟ طبعا يجي
واشتريت الكروت انا بتاعتهم. كنت عامل بقى حصاله كده يجوا دي يقول لك كانت بتلعب بيها زي البيلي وتكسب حرام كروت. وبتاع لا ما وتكسب. كناش بنلعب لا، يعني أنا كده، بس كنت- كنا أنا بنلعب بقى كنت طفل متشرد زي بصراحة. المسلسل. انا طفل متشرد كنت بلعب بيه على فلوس. ايه اللعبه اللي كانت منتشره وانت صغير يا سامح؟ يعني اللعبه حاجه اللي كان كانت منتشره زمان كانت حاجات بسيطه، يعني مثلا كان البلي ده كان منتشر جدا. ماشي. حفرة في الارض لا والدبابير مش حفرة، والحاجات لا دي بتبقى بتجمع كده زي الدبابير البولينج دي. وبتترمي عليها. زي البي بليد كده، بس كان بيبقى حاجه بتتلف دبور بالرباط، يتلف الرباط الابيض. بحبل. وكان آه. الكوره وكان الكوره يعني والكورة. كان الكوره دي كانت بتتلعب في اي مكان، في حتى كمان اكتر من كده، يعني اكتر من دلوقتي. كان في اي مكان، في اي بيت، في اي شارع كنت تشوف الطوبتين اللي معمولين جون، وتشوف الشباب اللي بيلعبوا. البنات بقى كان ليهم العاب بقى كده بقى، اللي هي الالعاب اللي هي تيجي على العالي، تيجي على اولى ومش الواطي، عارف ايه والحاجات ديت دي. واولى والكلام ده ايوه. كله. بس احنا كان الشباب اغلبه كان هو وعسكر وحراميه طبعا. وكان ما كانش ساعتها كمان على وكان ايامي في ما كانش كهربا فيه زمان، صح؟ شكرا علي ما كانش فيه طبعا يعني موبايلات ولا نت ولا الكلام ده كله. فكانت الالعاب عارف اللي هو بسيطه جدا، ما كانش فيها اي افتكاسات احنا يعني. موضوع الموبايلات ده ما دخلناش فيه كمان، بس ده ممكن يبقى ليه بقى مم. يعني حلقه تانية لوحده. عملت اي كوارث مدرسه؟ عشان كانت من ضمن الكارثه بتاعت اللعبه دي. بس ولا في اي موقف عايز بص، أقوله. انا كنت راجل محترم، بحب اطلع اخد مركز اول او تاني كل ممتاز. سنه. راجل ليك ده الكلام ده تارجت، لحد عايش ابتدائي عشان يعني. هدف. لحد ابتدائي بص. عايش عشان هدف. وبعدين كانت امي يعني بص، كنت انا لوحدي، فكانت ايه ماسكاني بقى مذاكره مش عارف ايه، وعارف انت دايما اول ولد ده بيبقى لازم ايه، يبقى الاحسن في كل حاجه. خلاص فكنت كده بس. مم. وليا اصحابي وبتاع، واصحابي كانوا شاطرين برضو، بقعد قدام، فاهم راجل طب كانت وكنت نظرتك بروح ايه البس ما للفشله؟ كنتش بلبس شنطه باك، لا كنت احب ايه اجيب الشنطه ام تمسكها؟ يد دي. اوكي. لا نظرتك ما كانت ايه للفشله؟ كانت ولا اي نظرتك حاجه. عامله انا ازاي؟ يعني مع يعني كنت اللي بيجيبوا حواليك درجات قليله، يقعدوا ورا خالص، كنت بتحس ان هم يبقوا قاعدين مش وحشين، مركزين في حاجه. وحشين لا مش في شريرين. يعني دماغي قصدك يا بتبص لهم معلم. مثلا بصه تفشلين ما تتكلموش معايا الحاجات دي مثلا؟ لا اللي هو لا. بلاش اتكلم يعني معاهم أنا- عشان انا دول كانت وحشين. ممكن حصل معايا ده بصراحة. والدتي كانت تقول لي كانت مثلا تقول لك ايه إن لو ما حد تتكلمش. لا انت يعني خليك مع الشاطر، اه خليك مع المؤدب. ايوه. يعني فاكر ساعتها كنا في بس انت كنت ابتدائي. بتسمع حابب ده، انت كنت بتسمع كلام ما لان انا انت كنت كمان حابب ده. يا باشا انا ما كانش عندي اوبشن، اه انا لو ما عملتش كده بتضرب. فلو آه. بص يعني لو ثواب او العقاب. ايوه ده بيعملها كده انا مضطر فاكر يعني. فاكر من كتر ما كانت والدتي بتضغط عليا. كان في كي جي 2 انا عايز جبت 9.5 من 10. اه انا فضلت اعيط طول اليوم للمس، عشان نص انا درجة. هروح امي هتضربني ومش عارف ايه وخلاص فاهم. آه. فلحد فضلت اعيط اعيط اعيط، وهي كانت بتقولي لو مثلا نزلت نص درجه فعلا هموتك. فده اللي كان مخليني ماشي على هذا على نفس التراك. طيب احنا في كده القعده ما يتزهقش منها، وهنكمل تاني كلامنا ان شاء الله. وكده احنا هنكون معاكم باذن الله كل اسبوع بحلقه مختلفه بحاجه مختلفه، وكل مره هنتكلم معاكم وجايين نحكي كتير. فاكيد طبعا لازم تتابعونا وتعملوا بقى لايك وسبسكرايب، وتابعونا على كل البلاتفورمز بتاعت السوشيال ميديا وبس. وهيكون معاكم سكالانس على طول. يلا سلام.